السلام عليكم حبايب قلبي تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير وصحة يا شباب. هتكلم انا وانتوا النهارده في البارت الثاني من الفاونديشن كورس بتاعنا. عايزك تركز كده يا بطل وتطبع الورق اللي موجود عندك، البي دي اف موجود في الديسكربشن، اطبعه وحل معايا بايدك. دي اهم نقطة، ودي اهم نقطة في ثانوية عامة، ان حضرتك تحل. انت بتفهم الدرس كويس مستر، انا ما بعرفش احل عليه. ما هو انت عشان بتيجي تحل بعد لما بتتفرج على فيديو الشرح ب6 ايام يا سيدي، انت بتنسى 80% من المعلومات اللي بتدخل دماغك بعد يومين لو ما طبقتش عليها. فارجوك طبق بسرعه وحل معايا زي ما احنا هنعمل في الفيديو بتاعنا. الفيديو ده كان ليه بارت في الاول، البارت اللي في الاول موجود عندك برده في الديسكربشن، اتفرج عليه عشان مهم جدا، عشان اتكلمنا فيه على الالكترونيك كونفيجريشن والفالنس الكترون. وانا هبدا كلامي النهارده بالاكسيديشن والريدكشن اللي هي ليها علاقه بالفالنس الكترون. وحبيب قلبي لو انت لسه ما سجلتش على الويب سايت، ادخل دلوقتي سجل على الويب سايت واكتب معلوماتك مظبوطه وبياناتك مظبوطه عشان بنتواصل معاك نفعل لك الاكونت بتاعك. ونسمي الله حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونبدا انا وانت الفيديو بتاعنا والليسون بتاعنا، وهنتكلم على الاكسيديشن والريدكشن. بس هنتكلم على الاكسيديشن والريدكشن بالمفهوم القديم اللي حضرتك كده كده عارفه، واي حد في الدنيا عارفه، ان كلمه اوكسيديشن معناها جين اكسجين، وان كلمه ريدكشن معناها لوز اكسجين. بس خلينا نركز شويه مع الاكسيديشن. يعني ايه يا مستر جين اكسجين؟ يعني مثلا لما اكتب لك الايكويشن اللي موجوده قدامك هنا السي كانت واقفه لوحدها، عملت حضرتك ايه؟ والله يا مستر زودت عليها اكسجينيه فتحولت من ان هي سي لسي او 2. كده ده معناه ايه؟ معناه ان الكربون حصل له عمليه اوكسيديشن، او بنقول كربون اوكسيدايزد. يبقى ليه الكربون اوكسيدايزد هنا؟ عشان يا مستر الكربون جين اكسجين اللي هي موجوده قدامنا. طب تعالى بص على الاكزامبل الناحيه الثانيه. يعني ايه ريدكشن؟ ريدكشن معناها عكس الاكسيديشن. هو الريدكشن كده كده عكس الاكسيديشن في كل التعريفات اللي احنا هناخدها. الاكسيديشن معناه جين اكسجين، فبالتالي الريدكشن معناه لوز اكسجين. طب ما تدينا اكزامبل، تعالى نشوف. هنا كان عندي اف اي او، بص كده، بص اف اي او، بص الناحيه الثانيه بقت ايه؟ بقت اف اي. يبقى معنى كده يا مستر ان الاف اي خسرت اكسجينيه، فمعنى ان هي تخسر اكسجينيه يبقى الحاجه اللي موجوده قدامي دي نقول عليها ان الايرن 2 اوكسايد اللي هو ده حصل له عمليه ريدكشن. ليه حصل له ريدكشن يا مستر؟ عشان كان معاه اكسجين، الناحيه الثانيه ما بقاش معاه اكسجين. ونوت حضرتك عارفها وقلناها قبل كده كتير، مستر دايما الحاجه اللي بتحصل لها اوكسيديشن ودايما الحاجه اللي بتحصل لها ريدكشن على طول بتكون قبل السهم. يعني لما اجي اقول لك هو مين اللي حصل له اوكسيديشن، انت بتدور قبل السهم، بدور قبل السهم على اللي بيحصل له اوكسيديشن او ريدكشن. مين اللي حصل له ريدكشن؟ بدور قبل السهم. ما تجيش تقول لي لا ده مستر اللي حصل له ريدكشن، او لا يا مستر ده اللي حصل له اوكسيديشن. مفيش الكلام ده. دايما اللي بيحصل له اوكسيديشن وريدكشن بيكون موجود فين حبيب قلب المستر؟ قبل السهم. ذا كارنت واي، او الطريقه اللي احنا شغالين بيها دلوقتي يا دكتور، طريقه سهله برضه. تعال نشوف التعريف. بيقول لك ان الاكسيديشن معناه losing electron وincreasing البوزيتيف تشارج. تعال نقسم التعريف لجزئين. اول جزء بيقول لك losing electron، تاني جزء increasing البوزيتيف تشارج. خلينا نركز في الجزء الاولاني دلوقتي مع بعض. losing electron، انهي الكترون؟ يعني دي اهم نقطه، عشان كده كاتب لك but which electron is lost. انهي الكترون حضرتك هتخسرها؟ ايوه الناس بتجاوب معايا وسامعها، the valence electrons. يا مستر يبقى الالكترونز اللي احنا بنخسرها في عمليه الاكسيديشن هي الالكترونز اللي بيتقال عليها الفالنس الكترون. طب ما تفكرني كده بالفالنس الكترون. بص يا مستر، لو الالكترونيك كونفيجريشن بتاعنا انتهى باس فهي الالكترونز اللي موجوده في الاس. لو الالكترونيك كونفيجريشن انتهى في البي فهي اللي موجوده في البي والاس اللي قبلها. انما لو الالكترونيك كونفيجريشن انتهى بالدي فهي اللي موجوده في الدي والاس اللي قبلها. تعال نجرب، يلا بينا. عندي الصوديوم ان ايه 11، تعرف تكتب له الكترونيك كونفيجريشن؟ طبعا يا مستر. يلا بينا. مين اقل من ال 11 على طول؟ النيون، جدع. يبقى نيون 10. ايوه كده 10 باقي واحده. يبقى مين اللي بيجي بعد النيون؟ 3 اس. 3 اس كام؟ 3 اس 1. هسالك واقول لك هو الفالنس الكترونز عند الراجل اللي اسمه صوديوم هنا بكام؟ بص يا مستر، الالكترونيك كونفيجريشن انتهى بايه؟ باس. يبقى معنى كده هي الالكترونز اللي موجوده جوه الاس. عندك كام الكترون في الاس؟ واحد. حلو. يبقى الفالنس الكترونز هنا هو 1 الكترون بس اللي هو موجود فين؟ في 3 اس. حلو. انا دلوقتي بقول لك عايز اعمل لوز للالكترون. انهي الكترونز احنا بنعمل لها لوز؟ الفالنس الكترونز اللي هم دول. هم كام؟ هو واحد. يبقى معنى كده لما اجي اقول لك ان الصوديوم عايز اعمل معاه لوز الكترون، هتقول لي الصوديوم هيخسر كام الكترون؟ مستر بكل بساطه هو عنده الكترون واحد يبقى يخسر الكترون واحد. يبقى معنى كده ان الالكترونيك كونفيجريشن هيكون كام؟
هيكون نيون بس من غير 3s1. ساعات ناس تكتب 3s0 صح، بس انا ما بحبش اكتبها. يعني خلاص طالما مفيش، ما هي زيرو دي معناها ايه؟ ملهاش لازمه يا مستر، اي حاجه باور زيرو ب1 فملهاش لازمه، فعشان كده احنا سايبينها نيون بس. كده حضرتك تكون عملت حاجه اسمها اوكسيديشن. عرفت ازاي ان هو اوكسيديشن؟ عشان الصوديوم خسر الكترون، يبقى هو كان 3s1 ما بقاش فيه 3s1، خسر الكترون. تعالى بقى نتكلم على الجزء الثاني في التعريف، ايه هو؟ increasing البوزيتيف تشارج. ايه البوزيتيف تشارج دي؟ التشارج دي هي الحاجه اللي بتكون موجوده فوق السيمبل. يعني السيمبل بتاعنا الصوديوم هنا مكتوب عادي اهو، مش مكتوب فوق رقم، المفروض هنا بنحط حاجه. هنا الصوديوم مكتوب فوق ايه؟ 1 بوزيتيف. الرقم ده بيجي ازاي؟ الرقم ده بيجي من حاجه اسمها سميشن البروتونز على الالكترونز. طيب تعال ابدا معاك بالسهل يا دكتور. تعال، هو انا لما اجي اتكلم معاك على الصوديوم واسالك على عدد البروتونز اللي موجوده فيه، هو البروتونز اللي هنا بكام؟ واحد بص وقال لي مستر الصوديوم مكتوب جنبه 11، فده عدد الالكترونز. واحد تاني قال لي مستر لا ده عدد البروتونز. قلت له الرقم اللي بيكون موجود هنا هو اسمه اتوميك نمبر، والاتوميك نمبر ده بيعبر عن عدد مين؟ عن عدد البروتونز. يبقى الرقم ده هو رقم البروتونز، يبقى البروتونز اللي موجوده هي بوزيتيف 11. طيب واحد قال لي يا مستر طب انا هجيب الالكترونز منين؟ قلت له لو تفتكر الفيديو الاول قلت لك اكبر سرقه في التاريخ، اكبر سرقه في التاريخ ان عدد البروتونز بيساوي عدد الالكترونز، ده في حاله ان انت اتوم طبيعيه اللي هي موجوده قدامك هنا. طيب يبقى الالكترونز بكام؟ بنيجاتيف 11، وانا بكتبهم باشاراتهم. ليه بوزيتيف؟ عشان البروتونز بوزيتيف. ليه نيجاتيف؟ عشان الالكترونز نيجاتيف. كل اللي عليك انك تجمعهم، بوزيتيف 11 بلس نيجاتيف 11 تطلع معاك بكام؟ بزيرو. فعشان كده دي اسمها صوديوم اتوم. يبقى ايه هي الاتوم يا مستر؟ الاتوم هي الحاجه اللي لما تجمع عدد البروتونز بتاعتها على عدد الالكترونز يطلع معاك بكام؟ بزيرو. طيب عايز اروح الناحيه الثانيه عند البتاعه اللي موجوده هنا دي اللي هي قدامك دي، هسالك نفس السؤال واقول لك هو عدد البروتونز هنا كام؟ واحد طلع وقال لي بوزيتيف 10. قلت له حبيبي ليه بوزيتيف 10؟ قال يا مستر ما انا خسرت. قلت له خسرت ايه؟ خسرت الكترون، ما خسرتش بروتون. يبقى معنى كده ان عدد البروتونز في الكيمستري ثابت، عدد البروتونز بيتغير في النيوكليير كيمستري، نوت اور كيمستري اللي هي الجنرال كيمستري اللي احنا بندرسها، دايما عدد البروتونز فيها ثابت. فهنا عدد البروتونز بوزيتيف 11 خلاص، يبقى مستر البروتونز هتبقى بوزيتيف 11. مين دايما اللي بيتغير في الكيمستري؟ الالكترونز. انا الالكترونز هنا كانت نيجاتيف 11، خسرت منها واحده، يبقى ما بقوش 11 بقوا 10، يبقوا نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 10. تعرف تجمع؟ اعرف اجمع. بوزيتيف 11 بلس نيجاتيف 10 تطلع معاك بكام؟ بوزيتيف 1. عشان كده انا كاتب هنا فوق الصوديوم كام؟ 1 بوزيتيف. وساعتها في اللحظه اللي احنا موجودين فيها اللي موجوده قدامك دي ما بيبقاش اسمها اتوم، بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها ايون. يبقى ايه هي الايون يا مستر وايه هي الاتوم؟ الاتوم هي عباره يا مستر عن الحاجه الطبيعيه اللي هي ما عملتش لوز للالكترون، ما عملتش اي حاجه، عدد البروتونز فيها بيساوي عدد الالكترونز. انما الايونز هي بيحصل فيها تغير ان عدد الالكترونز هو اقل من عدد البروتون او ازيد زي ما هناخد الاكزامبل اللي جاي. طيب عشان كده مكتوب كام؟ بوزيتيف 1. واحد قال لي خلاص مستر انا هقدر اقول لك بقى النوت اللي جايه دي، ان الرقم اللي بيكون موجود فوق ده هو النمبر اوف لوست الكترون. قلت له بس بشرط، يعني كلامك صح بس بشرط. ايه هو الشرط؟ لازم الاشاره تكون بوزيتيف. يبقى لما الاشاره تكون بوزيتيف تقدر تقول كلمه لوست. طيب يبقى الرقم اللي موجود فوق ده هو عدد الالكترونز اللي حضرتك ايه؟ خسرتها. وكده اقدر اقول لك ان اللي حصل هنا ان انت لما جمعت كنت بكام؟ كنت بزيرو، فكده الصوديوم كان مكتوب عليه زيرو. بص كده الزيرو تحول وبقى كام؟ بقى 1 بوزيتيف. فمعنى كده ان الرقم حصل فيه عمليه انكريزنج. فعشان كده بنقول ان الاكسيديشن هو لوزنج الالكترون، ولما انت بتخسر الكترون بتخلي ان البوزيتيف تشارج تزيد. ليه يا مستر بتزيد؟ عشان الالكترونز والبروتونز في الطبيعي هنا متساويين. انت بتخسر ايه؟ بخسر الكترونز يا مستر، فلما بخسر الكترونز مين اللي زياده دلوقتي؟ البروتونز، الاشاره البوزيتيف، عشان كده بناخد اشاره بوزيتيف. طب تعالى استنتج، انت راجل في الثانويه عامه اها. البروتونز والالكترونز متساويين صح؟ حلو، طالما هم متساويين يا مستر يبقى انا ما فيش اشاره موجوده عليا من فوق. طب الالكترونز لو زادت مين الاشاره اللي مسيطره هنا؟ النيجاتيف، فتبقى اشارتك نيجاتيف. يبقى يا مستر الاشاره بتاعتنا بتتغير حسب الالكترونز، لو الالكترونز قلت يبقى اشارتنا بتكون بوزيتيف، لو الالكترونز زادت يبقى اشارتنا بتكون نيجاتيف. حلو قوي، حلو.
تعالى ناخد اكزامبل كمان. عايز اكتب الكترونيك كونفيجريشن، حاجه اسمها سكانديوم 3 بوزيتيف وحاجه اسمها ايرن 2 بوزيتيف، وهبدا انا بدوري ان انا هتكلم على السكانديوم. السكانديوم ب 21، فهبدا اوزع الالكترونز بتاعتنا. هختار اقل من ال 21 على طول اللي هو الارجون، فهيبقى ارجون 18. ايوه، بعد الارجون يا مستر يجي 4 اس وياخد 2، دول 20 باقي الكترون، فمعنى كده ان انا هيبقى عندي 3 دي ايه؟ 3 دي 1. عايز ابدا اعمل لوز للالكترون. قبل لما تعمل لوز للالكترون لازم تحدد الفالنس. هنا الالكترونيك كونفيجريشن انتهى بايه؟ بدي يا مستر، يبقى الدي والاس اللي قبلها. طب هنا يا مستر الدي فيها كام؟ فيها 1 الكترون، والاس فيها كام؟ فيها 2. يبقى توتال عدد الفالنس الكترونز اللي موجوده هنا هم 3 فالنس الكترون. حلو. طيب جميل قوي الكلام ده يا مستر. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي انا عايز اكون حاجه اسمها سكانديوم 3 بوزيتيف. سكانديوم كام؟ 3 بوزيتيف. يعني ايه 3 بوزيتيف؟ مستر بوزيتيف دي معناها لوز، وال3 دي هي نمبر اوف الكترون. يبقى الراجل ده عايز يخسر كام الكترون؟ عايز يخسر 3. طب الفالنس اللي متاحين عندك كام؟ الفالنس اللي متاحين عندي يا مستر 2 و1. يبقى معنى كده ان انا اقدر فعلا اخسر الثلاثه اللي موجودين. طيب اخسرهم ازاي؟ اخسر ده واخسر اللي موجود هنا، يبقى انا خسرت 2 من ال 4 اس، واحد من ال 3 دي، فالالكترونيك كونفيجريشن اللي باقي هو ارجون 18. يبقى سكانديوم 3 بوزيتيف دي معناها ايه؟ معناها ان انا خسرت 3 الكترون. تخسرهم ازاي؟ اهو ادي 2 من هنا واحد من هنا يبقى 3. تعال نجرب واحده ثانيه. تعال انا اعمل الاف اي وهعمل لك انا واحده ثانيه. ادي الاف اي ب 26. عايز اكتب الالكترونيك كونفيجريشن، فالالكترونيك كونفيجريشن بتاعها ايوه ارجون 18. ايوه قول لي 4 اس 2 3 دي كام؟ 3 دي 6. حلو. عايز هو يكتب اف اي 3 بوزيتيف، اكتبها ازاي؟ قال لي طيب اولا عشان اخسر الالكترونز لازم احدد عدد الفالنس. فعدد الفالنس يا مستر اللي متاح بالنسبه لنا، انا الالكترونيك كونفيجريشن انتهى بدي، يبقى الدي والاس اللي قبلها. الدي فيها كام الكترون؟ 6، والاس فيها 2، يبقى توتال عدد الفالنس هنا هم 8 فالنس الكترونز. وانت عايز تخسر كام؟ عايز اخسر 3 من ال8. طب اعملها ازاي؟ اعملها ازاي دلوقتي يا مستر؟ اخسر الكترونز الاس واكمل من الدي، ولا اخسر ال3 من الدي، ولا اخسر 2 من الدي وواحده من الاس؟ ما انا هنا عندي اوبشنز كتيره. قال لي بص بقى يا دكتور، الموضوع ده دسوقي الله يمسيه بالخير كان قاله لنا قبل كده. قال لنا احنا دايما بنخسر الالكترون من ابعد سب ليفل عن النيوكليوس. طيب يا مستر مين ابعد سب ليفل هنا؟ 4 اس ولا 3 دي؟ هو يعني ايه 4 اس ويعني ايه 3 دي؟ 4 اس دي معناها ان دي الاس اللي موجوده في البرنسبل ليفل رقم 4 اللي موجوده في الانرجي ليفل الرابع. 3 دي معناها ان الدي اللي موجوده في الانرجي ليفل الثالث. تعال ارسم. ادي النيوكليس اهو، اول انرجي ليفل، تاني انرجي ليفل، تالت انرجي ليفل، رابع انرجي ليفل. حلو. انت بتقول لي ايه؟ بقول لك 3 دي و4 اس. يعني ايه 3 دي؟ يعني الدي اللي في الثالث، يعني 3 دي موجوده هنا. 4 اس يعني ايه؟ الاس اللي موجوده في الرابع. ادي ال4 اس اهو واهو. يا ترى مين فيهم ابعد عن النيوكليوس؟ مستر الابعد عن النيوكليوس هو ال4 اس. يبقى انا لما اجي اخسر الالكترونز بخسر الالكترونز منين؟ بخسر الالكترونز الاول من ال4 اس، بعد كده اخسر من ال3 دي. طيب هي ال4 اس فيها كام الكترون؟ فيها 2. طيب انا عايز اخسر كام؟ عايز اخسر 3 يا مستر، مش عايز اخسر 2. طب نعمل ايه في الحوار ده؟ اخسر الاثنين من عند ال4 اس واروح اخسر انا وانت واحده من عند ال3 دي. يبقى كده توتال خسرت كام؟ خسرت 2 من الاس، واحده من الدي. يبقى توتال اللي انا خسرته هم 3 الكترون. يلا نكتب الكترونيك كونفيجريشن. يبقى الارجون 18 محدش جه جنبه يا مستر. بعد كده هيبقى عندي 3 دي، خلاص ال4 اس خسرتهم. بس 3 دي كام يا مستر؟ قال لي هم كانوا 6 صح؟ خسرت منهم كام؟ 1. يبقى باقي كام يا دكتور؟ يبقى باقي 5. يبقى ارجون 18 3 دي 5. ده معناها ان حضرتك خسرت كام؟ 3. عايزك بقى انت توقف الفيديو وتروح تعمل لي دلوقتي، سيبك من دول احنا حليناهم خلاص، اعمل لي انت MN 25 وMN 4 بوزيتيف برضو هي 25. اوعى تنسى قبل ما تبدا تحل، انا بخسر من مين؟ من الابعد. يبقى حلو، هخسر من الابعد يا مستر. تعالى نبدا، واتمنى ان انت تكون حليت صح.
هوزع الراجل ده فهيبقى ارجون 18. عظيم قوي يا مستر. 4s2 ادي كده دول 20. بعد كده 3d5 يا مستر ادي كده 25. عايز اخسر 4 الكترونز. عشان تخسر 4 الكترون تبص على الفالنس. مين الفالنس هنا؟ الالكترونيك كونفيجريشن انتهى بالدي، يبقى الدي والاس اللي قبلها يبقوا 5 و2، يبقى عدد الفالنس الكترونز هنا 7 فالنس الكترونز. عايز تخسر كام يا مستر؟ عايز اخسر 4. السؤال الاهم، هخسر من مين الاول؟ من الفور اس ولا الثري دي؟ لا يا مستر، هنخسر من الفور اس عشان الاس ابعد من الثري دي، يبقى انا هخسر الاثنين الكترونز اللي موجودين عند الاس. مستر انت عايز تخسر كام؟ انا عايز اخسر 4. عرفت منين؟ ما هي 4 بوزيتيف، بوزيتيف دي معناها لوز، و4 دي معناها النمبر اوف الكترونز. يبقى انا عايز اخسر 4 الكترون، خسرت 2 من الاس، يبقى هخسر الاثنين اللي جايين منين؟ من الدي. طيب تعرف تكتب الكترونيك كونفيجريشن؟ طبعا يا مستر. ارجون 18 ما حدش جه جنبه، 4 اس خسرتهم، حلو. يبقى انا باقي عندي مين؟ 3 دي. هخسر من الدي كام؟ 2، يبقى باقي كام؟ 3. يبقى الالكترونيك كونفيجريشن 3 دي كام؟ 3 دي 3. وبكده حبيب قلبي في اللحظه اللي احنا موجودين فيها تبقى اتعلمت حاجتين اساسيين. يعني ايه اوكسيديشن؟ معناه لوزنج الكترون وانكريزنج البوزيتيف تشارج. ويعني ايه اخسر من الابعد سب ليفل؟ دايما تبص على الرقم. انت الفالنس مثلا لو كانت 4 اس و3 دي، اخسر من مين؟ اخسر من ال4 اس. طب 5 اس و4 دي، هخسر من ال5 اس الاول. طب 6 اس يا مستر و5 دي، هخسر يا مستر من ال6 اس الاول. ليه بتخسر من ال6 اس مش من ال5 دي؟ عشان دي الاس اللي في الانرجي ليفل السادس، ودي الدي اللي في الانرجي ليفل الخامس، وانا دايما بخسر من الابعد. وحتى هيجي لي نوت، ودي موجوده عندنا في ثالثه ثانوي دايركت زي ما هي، بيقول لك في حاله الاف اي 3 بوزيتيف electron is lost from 4s first then 3d. ليه خسرنا من ال 4s بعد كده خسرنا من ال 3d؟ مستر احنا بنخسر من ال 4s اصل هو ابعد، يبقى because 4s is farther from the nucleus than 3d، عشان ال 4s ابعد من ال 3d. تعال نتكلم على الريدكشن. الريدكشن عكس الاكسيديشن. زي اول تعريف، اوكسيديشن معناها جين اكسجين، فريدكشن معناها لوز اكسجين. طيب التعريف الجديد اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، يعني ايه اوكسيديشن؟ لوزنج الكترون وانكريزنج بوزيتيف تشارج. يبقى الريدكشن هيبقى بدل ما هو لوزنج الكترون هيبقى جيننج الكترون، بدل ما هو انكريزنج هيبقى ديكريزنج. خلصنا. يبقى دلوقتي الريدكشن معناها ايه؟ معناها جيننج الكترونز and decreasing positive charge، وهنقلل البوزيتيف ايه؟ تشارج. خلي بالك ان التعريف برضو مقسوم نصين، gaining و decreasing positive charge. هبدا انا وانت نمسك الجزء الاول وبعد كده نمسك الجزء الايه؟ الثاني. عايز اتكلم دلوقتي ان انا اكتب الكترونيك كونفيجريشن مين؟ الفلورين ال1 نيجاتيف. وقبل ما اكتب ده انا عايز اكتب الفلورين الطبيعي ابو 9. لما تيجي تكتب الفلورين الطبيعي يا مستر هتستعمل هيليوم، ايوه، بعد كده 2s2 ادي كده مستر 4، يبقى 2b كام؟ 2b 5. مستر هنا بيقول لك بكل بساطه حوار الريدكشن اسهل بكتير من الاكسيديشن. ليه؟ عشان هنا احنا بنريح دماغنا الصراحه. هنا كل اللي انت بتعمله بتزودهم على الالكترونز الموجوده على طول. بمعنى ان انا دلوقتي كاتب لك هنا F1 نيجاتيف. اولا كده مستر 1 الرقم اللي موجود فوق ده هو نمبر اوف الكترونز. من شويه بوزيتيف كان معناها لوز، يبقى نيجاتيف معناها جين. يبقى الفلورين عمل جين لكام الكترون؟ 1. طيب هو الفلورين طبيعي عنده كام؟ عنده 9. فلما يجين 1 يبقوا كام؟ يبقوا 10. تعرف تكتب الكترونيك كونفيجريشن؟ 10 يا مستر، يبقى هيليوم 2s2 كده 4، يبقى 2b كام؟ 2b 6. والموضوع انتهى. يبقى في حاله يا مستر جيننج الالكترون اللي هو الريدكشن، اللي هي الاشاره النيجاتيف اللي هي بتاعت مين؟ الريدكشن، معناها ان انا بزود الالكترونز على اما 9 هزود 1 يبقوا 10، هم 11 هزود 1 يبقوا 12، وهكذا. تعالى بقى اقول لك يعني ايه ديكريزنج البوزيتيف تشارج. هو هنا الفلورين ده لو جيت سالتك فيه على عدد البروتونز تقدر تقول لي هي بكام؟ اقدر مستر، ما هو الرقم اللي هنا ده اتوميك نمبر يعني عدد البروتونز، يبقى هم بوزيتيف 9. طب لو سالتك على الالكترونز تقدر تقول لي؟ اقدر اقول لك يا مستر هنا الراجل ده عدد البروتونز بتساوي عدد الالكترونز، يبقى معنى كده يا مستر ان هي بكل بساطه هتكون نيجاتيف 9. لما تجمعهم على بعض تطلع بكام؟ بزيرو، يبقى الفلورين هنا بزيرو. تعرف تتكلم معايا هنا؟ اعرف. تعرف تقول لي عدد البروتونز كام؟ مستر عدد البروتونز ما بيتغيرش في الكيمستري، ثابت، يبقى بوزيتيف 9.
طب وانا عملت ايه من هنا لهنا؟ عملت من هنا لهنا جين 1 الكترون. يبقى مستر الالكترونز بدل ما هم كانوا 9 هيزيدوا واحد يبقوا كام؟ هيبقوا 10. اجمع لي كده الرقمين دول على بعض، بوزيتيف 9 بلس نيجاتيف 10 تطلع بنيجاتيف كام؟ نيجاتيف 1. عشان كده مكتوب هنا ايه؟ 1 نيجاتيف. ليه يا مستر 1 نيجاتيف؟ ليه الاشاره نيجاتيف؟ عشان انا البروتونز كانت 9 والالكترونز كانت 9، بس انا زودت الكترون، فبقى يا مستر في فرق في الكترون واحد يبقى 1 نيجاتيف. يبقى الاشاره كده، تعال نبص ايه اللي حصل هنا. الفلورين هنا كان بزيرو بقى ب1 نيجاتيف، يبقى الرقم بيزيد ولا بيقل؟ بقى وجع قلبي. صفر بقى نيجاتيف 1، كده قل ولا زاد؟ لا يا مستر قل. طب نيجاتيف 1 بقى نيجاتيف 2، قل يا مستر. طب نيجاتيف 2 بقى نيجاتيف 1، زاد يا مستر. لما نيجي ندخل في شابتر 4 عليك خير وال3 هتلاقيني برسم لك نمبر لاين وبتاع عشان انا بتعب من الموضوع ده. ديكريزنج هنا للبوزيتيف تشارج، ان التشارج بتاعتنا قلت. خلي بالك ان ده اللي انا بحل بيه اصلا. يعني انا اصلا بقارن الاشارات ببعض، ان هي 1 بقت 0 يبقى قلت، هي كانت بوزيتيف 2 بقت 0 قلت، يبقى دي معناها ريدكشن. يبقى الديكريزنج على طول بيبقى ايه؟ ريدكشن. هو يعني ايه ريدكشن؟ ريدكشن بالعربي معناها تقليل. لما يقول لك ريديوس مثلا يور باور، قلل قوتك، فدايما خليك فاكر ان ريدكشن ديكريز، ريدكشن معناها تقليل، بقلل. يبقى ريدكشن دايما بتقلل الرقم، دايما بتصغر الرقم. ممكن الرقم يبقى بوزيتيف 7 ويتحول يبقى بوزيتيف 2، انا كده قللت الرقم، مش لازم يوصل لنيجاتيف. ممكن يبقى بوزيتيف 2 ويروح يبقى 0، كده الرقم قل. يبقى مش معنى كلمه ان انا بقلله ان انا لازم اوصل للنيجاتيف، لا، المهم ان هو يقل. حتى لو قل في الاشارات البوزيتيف، بوزيتيف 7 بقى بوزيتيف 2، يبقى كده الرقم بيقل، يبقى اللي بيحصل قدامك ده ريدكشن. طب لو هو بوزيتيف 3 بقى بوزيتيف 4، كده مستر انا ما بيحصليش تقليل، انا بيحصل لي تزويد. يبقى التزويد ده هو ايه؟ اوكسيديشن. وخلي بالك ان الاكسيديشن والريدكشن بنقول عليهم كومبلمنتري، مكملين لبعض. مفيش اوكسيديشن من غير ريدكشن الا في بعض الحالات القليله جدا 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 في الكيمستري، تمام؟ اللي هي شبه معدومه. والاكسيديشن والريدكشن مع بعض هنتعرف بعد كده ان هم بيبقى اسمهم ريدوكس رياكشن، اللي هي ريدكشن اوكسيديشن رياكشن. وقف واعمل لي البي 3 نيجاتيف، موضوع سهل وبسيط يعني، مش هتعمل حاجه، هتزود الالكترونز على اللي موجود. فيلا بينا نحل مع بعض. يعني ايه يا مستر 3 نيجاتيف؟ 3 نيجاتيف ده الثلاثه هي النمبر اوف الكترون، ونيجاتيف دي معناها جين. فانا هنا ب 15 لما تزود عليا 3 يبقى اكنك بتوزع كام؟ 18. يبقى انا من الاول اكني بوزع 18 على طول يا مستر. حلو. مين اقل من 18؟ النيون. 3 اس كام؟ 3 اس 2. كده باقي كام يا مستر؟ باقي 6. يبقى 3 بي كام؟ 3 بي 6. كده يا مستر انا كتبت البي 3 نيجاتيف. يبقى دايما في الاشاره النيجاتيف تعمل ايه؟ بقوم جاي مزودهم على اللي موجودين. خد بالك ان الاشاره البوزيتيف معناها لوز، والاشاره النيجاتيف معناها جين. وانا عارف ان الموضوع ده بيلخبطكوا شويه، بس انت بتدرس كيمستري حبيبي. مش فاهم يا مستر عايز تقول ليه؟ عايز اقول لك ان انت دايما متعود ان الاشاره البوزيتيف معناها ان دي حاجه بقى بتزيد وبتاع والكلام ده، وان الاشاره النيجاتيف معناها حاجه بتقل. احنا عندنا الحته دي عكس شويه، عادي. الاشاره البوزيتيف دي معناها بالنسبه لنا في الكيمستري هي خساره، والاشاره النيجاتيف معناها بالنسبه لنا هو ده المكسب. بس لوز ايه وجين ايه يا مستر؟ لوز وجين حبيب قلب المستر الكترونز. يبقى انا بلوز وبجين الكترونز. تعال نتكلم على حاجه اسمها الايجنتس. ايه هم الايجنت يا مستر؟ الايجنت ده هو حاجه عكس البروسيس اللي بتحصل، وانت اكيد فاكر الكلام ده. يعني الايجنت هو عكس البروسيس. فانا عندي حاجه اسمها ريديوسنج ايجنت وعندي حاجه اسمها اوكسيدايزنج ايجنت. طيب يعني ايه اوكسيدايزنج ايجنت؟ يعني ايه ريديوسنج ايجنت يا مستر؟ تعالى كده حبيب قلبي نشوف هو هيقول لي. قال لي ان الريديوسنج ايجنت هو الحاجه اللي بيحصل لها اوكسيديشن، انما يا مستر اللي بيحصل لها قصدي ريدكشن. الريديوسنج ايجنت هو الحاجه اللي بيحصل لها اوكسيديشن، انما الاكسيدايزنج ايجنت هو الحاجه اللي بيحصل لها ريدكشن. يبقى هم عكس اللي بيحصل. بمعنى انت دلوقتي لو جيت قلت لي ان الصوديوم حصل له اوكسيديشن، فوانت مغمض عينك تكتب تحتها ريديوسنج ايجنت، يبقى الراجل ده اسمه في الكيمستري ايه؟ ريديوسنج ايجنت. ولو جيت وقلت لي مثلا ان الفلورين يا مستر حصل له عمليه ريدكشن، فتقوم جاي كاتب على طول تحتها ان ده اوكسيدايزنج ايجنت، يبقى انت اتعرفت على الاكسيديشن وعلى الريدكشن.
ان الاكسيديشن هي حاجه هتخسر الكترونز وبالتالي التشارج بتاعتها هتزيد، والريدكشن هي حاجه هتجين الكترون والتشارج بتاعتها بتقل. الحاجه بقى اللي بتقول عليها ان هي بيحصل لها اوكسيديشن بيبقى اسمها ريديوسنج ايجنت، والحاجه اللي انت بتقول عليها بيحصل لها ريدكشن بيبقى اسمها اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى دايما الايجنت عكس البروسيس. تعالى كده بكل شياكه هديك اكزامبل سهل وبسيط وانا حاسبه وعامل لك كل حاجه، بس هعلمك كده كده انك تحسبه وتعمل فيه كل حاجه. دي الايكويشن اللي انا كنت كاتبها لك من شويه، بس انا مش هحلها بالطريقه القديمه ان ده خسر اكسجين وده كسب اكسجين فده اوكسيديشن، لا لا لا، انا هحلها بالتشارجز وانا حاسب التشارج وهعلمك ازاي كمان شويه تحسبهم. وهنا بزيرو وهنا ب4 بوزيتيف وهنا الاو ب2 نيجاتيف. كده المستر كاتب لي التشارج ان الاف اي اللي موجوده هنا هي بكام؟ ب2 بوزيتيف صح؟ والاو ب2 نيجاتيف والسي ب2 بوزيتيف والاو ب2 نيجاتيف وهنا الاف اي بزيرو وهنا السي ب4 وهنا الاو ب2 نيجاتيف. كل اللي انا عاوزه من سعادتك تبدا توصل الاليمنتس ببعض ونتكلم مع بعض واحده واحده. هبدا اوصل الاف اي بالاف اي. حلو، ادي الاف اي بالاف اي. الرقم حصل فيه ايه؟ قل صح؟ كان 2 بقى 0 قل. اكتب ديكريز. طالما الرقم قل حبيبي تعرف تقول لي النقصان ده او التقليل ده اسمه ايه؟ اسمه ريدكشن يا مستر. يبقى كده حصل ريدكشن. طيب وصل لي الاو بالاو. لو وصلت الاو بالاو هلاقي ان دي 2 نيجاتيف وهلاقي ان دي 2 نيجاتيف، لا زاد ولا قل يا مستر، nothing changes. يبقى الراجل ده لا حصل له اوكسيديشن ولا حصل له ريدكشن. وصل لي السي بالسي اهي، الرقم كان 2 بقى 4، يبقى الرقم زاد ولا قل؟ مستر الرقم زاد. زاد دي معناها اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ معناها اوكسيديشن، يبقى الراجل ده حصل له اوكسيديشن. وصل لي الاو بالاو. لو وصلت الاو بالاو هلاقي 2 نيجاتيف و2 نيجاتيف مستر nothing changes، برضو ما اتغيرش حاجه. طيب اجي اسالك اقول لك هو مين اللي حصل له اوكسيديشن ومين اللي حصل له ريدكشن؟ اوعى تنسى، اوعى تنسى عشان ما ازعلكش مني ان اللي بيحصل له اوكسيديشن وريدكشن بيكون موجود قبل السهم، الحاجه اللي قبل السهم. فانت هنا حضرتك بصيت على الاف اي او دي، وصلت الاف اي بالاف اي لقيت ان الرقم قل. حلو، يبقى مين اللي حصل له كده يا مستر عمليه الريدكشن؟ قال لي انا كاتب اهو، كاتب الاف اي او الرقم 2 بقى 0، يبقى معنى كده ان الحاجه دي هي اللي حصل لها عمليه ريدكشن. يبقى اللي حصل له ريدكشن هو الاف اي او. واحد قال لي مستر ما ينفعش اكتب اف اي بس، يعني معنى اللي حصل له ريدكشن بجد هو الاف. يا حبيبي ما فيش الكلام ده، انا باخد الكومباوند كامل زي ما هو موجود قدامي. الكومباوند مكتوب ازاي؟ اف اي او، يبقى انا هكتبه اف اي او. يبقى الاف اي او كله على بعضه هو اللي حصل له عمليه الريدكشن. طب مين اللي حصل له اوكسيديشن؟ بص يا عم، السي اللي موجوده جوه السي او صح؟ مش كانت 2 بوزيتيف بقت 4 بوزيتيف فالرقم زاد، يبقى السي اللي جوه السي او هي اللي حصل لها اوكسيديشن. بس ما ينفعش تكتب كده، لازم تكتب الكومباوند كله على بعض. يبقى الحاجه لو انا عندي مثلا اكس زد واي سي كي وعندي الواي هي اللي حصل لها اوكسيديشن بس ده من الجروب ده وباقي الجروب ما حصلش فيه حاجه، فانا بكتب كل ده على بعضه واقول ان ده كله على بعضه حصل له حاجه اسمها اوكسيديشن. يبقى انا عارف ان السي اللي جوه السي او هي اللي حصل لها اوكسيديشن، بس مش هينفع تكتب لي السي، لازم تكتب لي سي او. يبقى السي او كلها على بعض هي يا مستر اللي حصل لها عمليه اوكسيديشن. طلب مني طلب تاني، قال انا عايز الريديوسنج ايجنت والاوكسيدايزنج ايجنت. الايجنت عكس البروسيس، فلو انت عايز الريديوسنج ايجنت هشوف مين اللي حصل له اوكسيديشن. مين اللي حصل له اوكسيديشن؟ سي او، يبقى السي او يا مستر. عايز اوكسيدايزنج ايجنت هشوف اللي حصل له ريدكشن. مين اللي حصل له ريدكشن؟ اف اي او، يبقى الاف اي او هو الريديوسنج ايجنت. نسبه اكبر ان السؤال ممكن يجي لك كده ريديوسنج ايجنت اوكسيدايزنج ايجنت. مستر هو في اسئله ريديوسنج ايجنت اوكسيدايزنج ايجنت؟ طبعا في اسئله على الريديوسنج ايجنت والاوكسيدايزنج ايجنت. طب مستر الارقام دي هنحسبها ازاي؟ انا وانت هنحسبها كمان شويه. تعالى حبيبي نتكلم على حاجه اسمها الاينز. ايه هي يا مستر الاينز؟ الاينز دي هي الحاجه اللي بتتكون بعد خساره او مكسب الالكترونز، تمام؟ بمعنى ان انا بيكون عندي حاجه اسمها اتوم. الاتوم دي هي حاجه لا كانت عملت لا لوز ولا جين، هي حاجه طبيعيه نيوترال. يبقى الاتوم عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه لا بتعمل لوز ولا بتعمل جين. اول ما الاتوم بتعمل لوز او جين بيتحول اسمها الاين. والاينز في منها نوعين. طب ليه في منها نوعين؟ عشان الاتوم ممكن تعمل 2 بروسيس، ممكن تعمل لوز وممكن تعمل جين. فلو عملت لوز ليها اسم ولو عملت جين ليها اسم. هي لو عملت لوز وليكن مثلا عندي الصوديوم.
الصوديوم لو معاه لو عمل لوز الكترون، فالصوديوم ساعتها هيتحول ويبقى Na1 بوزيتيف زي ما خدنا الاكزامبل، صح؟ حلو، ساعتها بيبقى اسمه كاتاين. بيبقى اسمه ايه؟ كاتاين. طيب انما الفلورين بيعمل جين، فلو عمل جين ل1 الكترون فساعتها دكتور هيبقى اسمه فلورين 1 نيجاتيف. حلو قوي الفلورين 1 نيجاتيف ده مستر. الفلورين 1 نيجاتيف ده بيبقى اسمه ايه؟ اناين. من الاخر كده اي حاجه مكتوب عليها من فوق تشارج ما بيبقاش اسمها اتوم، بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها اين. يا اما الاين دي تكون بوزيتيف، ده في حاله لوزنج الالكترون، يا اما الاين دي بتكون نيجاتيف وده في حاله جيننج الالكترون. يبقى الاين في منها كام نوع؟ نوعين، بوزيتيف اين ونيجاتيف اين. ايه هي البوزيتيف اين؟ دي الحاجه اللي بتتكون بلوزنج الالكترون زي دي، ودي الحاجه اللي بتتكون بجيننج الالكترون زي دي. طب ليه اسمها اناين وليه اسمها كاتاين؟ عشان برضو بناخد كيمستري، ما ينفعش نقول لك اسمها بوزيتيف اين ونيجاتيف اين زي ما انت عارف. طب هي اناين دي حبايب قلبي اكيد فاكرين المستر كان ملخصها لنا لكلمه نيجاتيف ايون، عشان لو انت بتنسى يبقى اناين دي معناها ايه؟ نيجاتيف اين. يبقى مين الكاتاين؟ البوزيتيف. حلو، فلما نيجي نتكلم على البوزيتيف اينز اللي هي الكاتاين، بيقول لي بتتكون بلوزنج الالكترونز زي الناس اللي موجوده قدامك دي. الارقام اللي موجوده دي هي عدد الالكترونز، الاشاره البوزيتيف دي معناها ان هي لوز، يبقى كل الكلمه على بعض الحاجه دي هي اسمها نمبر اوف لوست الكترونز. انما الناحيه الثانيه الاناينز بتتكون باي جيننج ايه؟ باي جيننج الكترون، تعمل جين يعني يكون عليك اشاره نيجاتيف. والارقام اللي موجوده فوق دول هم عدد الجيند الكترون، بس لازم يكون فيه اشاره. حلو، يبقى انا مستر عندي دلوقتي 3 حالات، حاله ان انا اقابل اتوم، وحاله ان انا اقابل بوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون. البوزيتيف ايون دي يا مستر اللي هي بتكون اشارتها بوزيتيف، والنيجاتيف ايون دي اللي بتكون اشارتها نيجاتيف. ازاي البوزيتيف ايون بتتكون؟ بلوزنج الكترون، انما النيجاتيف ايون بتتكون باي جيننج الكترونز. والبوزيتيف ايون بنقول عليها كاتاينز، والنيجاتيف ايونز بنقول عليها اناينز. حلو قوي. بيقول لي when ions combine with each other they form ionic compound. وعايزين ندخل بقى في الموضوع مع بعض واحده واحده. يبقى انا لما اجيب ايونز دلوقتي، الايونز دي يعملوا كومباينيشن مع بعض يكونوا حاجه اسمها ايونيك كومباوند. طيب هي مين الايونز؟ الايونز نوعين، نوع بوزيتيف ونوع نيجاتيف يا مستر. حلو، طب هل هم هيكومباين مع بعض ازاي؟ قال يا حبيبي فيزيكس. انت دلوقتي لما درست الفيزيكس عرفت ان الحاجه البوزيتيف بتتشد للحاجه النيجاتيف، فهم بيتشدوا لبعض. يبقى الاناين والكاتاين بيتشدوا لبعض يكونوا لك حاجه جديده اسمها ايونيك كومباوند. يبقى انت كنت بتتكلم على كل حاجه وهي واقفه. دلوقتي انا كنت بتكلم على الاتوم لوحدها، بتكلم على الاينز البوزيتيف والاين النيجاتيف. لما تجيب الاين البوزيتيف مع الاين النيجاتيف تحطهم مع بعض يعملوا حاجه اسمها ايونيك كومباوند. طيب فالايونيك كومباوند هو بيتكون من ايه يا مستر؟ بيتكون من الكاتاين بلس الاناين يديني حاجه اسمها ايونيك كومباوند. طبعا انت عارف اشهر ايونيك كومباوند في الكيمستري صوديوم كلورايد، واتفقنا دايما ان النيجاتيف بينزل على ركبه وبيتقدم للبوزيتيف ويقول له ارجوك اقبلني انا هموت واخد منك الكترون. ايه ده يا مستر؟ هو ايه الموضوع ده؟ حبيبي مش انا الصوديوم ال ايه تعال اكتبه لك بالطريقه القديمه 281، الكلورين 287، ده عايز يعمل لوز للالكترون وده عايز يعمل جين 1 الكترون، مش كده؟ فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل دلوقتي ان مين اللي متحكم؟ الصوديوم. فالكلورين بينزل على ركبه ويقول له ارجوك اعمل لوز للالكترون ده، عشان الكلورين اول ما الصوديوم يقوم جاي عامل لوز للالكترون يقوم جاي الكلورين ساحب حبيبي الالكترون ده وعامل له جين، ويتحول ساعتها كلورين 8. فساعتها ده يكون ستيبل وده يكون ستيبل، بس ده لما عمل لوز بقى بوزيتيف وده لما عمل جين بقى نيجاتيف، فيتشدوا لبعض ويتكون حاجه جديده اسمها ايونيك كومباوند. حلو، يبقى انا دلوقتي اتكلمت على نقطه اساسيه ان الايونز حبيبي بتكومباين بتديني حاجه اسمها ايونيك كومباوند. طب يا مستر امال لو اتومز عملوا كومباين مع بعض بيدوني ايه؟ متوقع جدا يعني بيدوني حاجه اسمها موليكيول. يبقى انا لو جبت ايونز، ايه هي الايونز؟ الايونز دي الحاجات اللي بيبقى عليها تشارج، اللي هي بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج، اللي هي كاتاين واناين. لو عملوا كومباينيشن يدوك ايونيك كومباوند. طب لو جبت اتومز، ايه هي الاتومز يا مستر؟ الاتومز دي حاجات ما بيكونش عليها تشارج، زي مثلا السي والاتش.
عادي من غير ما تلوز ومن غير ما تجين، من غير ما يعملوا اي حاجه. لو السي والاتش عملوا كومباينيشن مع بعض يدوني حاجه اسمها ايه؟ موليكيول. حبيبي انت دارس معايا في ثانيه ثانوي حاجه اسمها ايونيك بوند وحاجه اسمها كوفيلنت بوند، فايونيك بوند وكوفيلنت بوند، بس انا بتعامل انك ناسي ولسه ما خدتش كيمستري اصلا. فعشان كده هاجي هنا واقول لك انما بقى لما الاتومز تكومباين مع بعض، بس في نقطه مهمه، with no charge they form ايه؟ a molecule. بمعنى لو رحت مثلا وجبت الاتش والاو او السي والاو او الان والاتش، دول كلهم عملوا كومباينيشن مع بعض كاتومز، هي الاثنين مع بعض اتوم من غير اي تشارج، من غير ما يكون في رقم موجود فوق، فدول بيبقى اسمهم موليكيولز. هل في حاله كمان يا مستر؟ في حاله كمان. في حاله ان الاتومز تكومباين مع بعض بس يكون عليها تشارج من فوق، فساعتها ما بيبقاش اسمها موليكيول، بيبقى اسمها اتوميك جروب. زي بدل ما يبقى H2O لا تبقى OH واللي التشارج بتاعتها هو النيجاتيف، زي السي والاو بس مش CO2 CO3 وبتبقى 2 نيجاتيف، زي الN مع 4 H مش مع 3 H فبتبقى عليها 1 بوزيتيف. خد بالك من النقط دي، لو انا عندي من فوق تشارج على مجموعه من الاتومز بيبقى اسمها اتوميك جروب. واحد قال لي يا مستر ما يمشيش نقول على الناس دي ايونز؟ قال لي يعني ما يمشيش نقول على الاو والاتش ايونز؟ قلت له لا، لو الاو لوحدها كاو 2 نيجاتيف والاتش لوحدها كاتش 1 بوزيتيف دي كده اسمها ايون ودي كده اسمها ايون، بس الاثنين لما يبقوا مع بعض ويبقى عليهم تشارج من فوق ما يبقاش اسمهم ايونز، يبقى اسمهم اتوميك جروب. انما دي يا مستر بيبقى اسمها اتوميك جروب ودي كمان بيبقى اسمها اتوميك جروب. يبقى ايه هي يا مستر الاتوميك جروب؟ الاتوميك جروب هي مجموعه من الاتومز بس عليها تشارج من فوق. طب ايه الموليكيول؟ مجموعه من الاتومز بس ما فيش تشارج. طب الاين او الايونيك كومباوند ده مجموعه من الايونز. تعالى كده، تعالى نحطهم قدامنا عشان نفنش. يبقى انا لو عندي ايونز يديني حاجه اسمها ايونيك كومباوند، انما انا لو عندي اتومز ممكن تطلع حاجتين، ممكن تطلع موليكيول والموليكيول ده ما بيكونش عليه تشارج فالتشارج بتكون زيرو، او تطلع حاجه اسمها اتوميك جروب والاتوميك جروب دي بيكون عليها من فوق تشارج. واحد برضو فكر في تفكير قال لي طب يا مستر ما ينفعش نقول ان الاتوميك جروب هي الايونيك كومباوند؟ لا. ليه؟ عشان الايونيك كومباوند ما بيكونش عليه من فوق تشارج اصلا. يعني واحد قال لي مستر NaCl ده NaCl ما ينفعش اقول عليه اتوميك جروب. قلت له هل عليه رقم من فوق؟ لا ما عليهوش رقم من فوق، فمعنى كده ان هو ما ينفعش يكون اسمه اتوميك جروب. واحد قال لي طب ما ينفعش اقول عليه موليكيول يا مستر؟ سيبك من الحته دي عشان في بعض الحالات ينفع تقول، بس هو اساسيا اسمه الرئيسي ان هو ايونيك كومباوند عشان هو بيتكون من ايونز. وفي نفس الوقت ال H2O مثلا، ال H2O ما ينفعش تقول عليه ايونيك كومباوند. ليه؟ عشان هو بيتكون من اتومز، اتوم اسمها H واتوم اسمها O واتكونوا بحاجه اسمها شيرنج الكترون، ودي مش قصتنا حبيب قلبي دلوقتي. اجي انا وانت دلوقتي على التيبل ده ومهم جدا، التيبل بتاع الاناينز والكاتاينز. خد بالك هنا دي بس مكتوبه غلط، دي كاتاينز. خد بالك ان الاينز 1 نيجاتيف و2 نيجاتيف و3 نيجاتيف، 1 بوزيتيف و2 بوزيتيف و3 نيجاتيف و3 بوزيتيف. حضرتك لازم تبقى حافظه لا جدال عليه عشان تعرف تكتب كيمستري. طب ازاي بقى اكتب كيمستري يا مستر؟ عشان دي اهم نقطه في اللي احنا عمالين نحكي فيه ده كله من ساعه ما بدانا. عشان تكتب ايونيك كومباوندز، تمام؟ سيبك من النوت دي دلوقتي. كل اللي حضرتك مطالب انك تعمله ان سمشن التشارج اللي فوق يكون زيرو، اللي هو انا وانت بننجزه ازاي يا مستر؟ لما اجي اكتب لك ان A1 بوزيتيف وCl1 نيجاتيف وبقول لك انا عايز اجيب الكيميكال فورمولا، الناس دي لما تتحد مع بعض يتكتبوا ازاي؟ كنا بنبص على التشارج، لو التشارج متساويه ببص على الارقام من غير الاشارات، كانوا بيطيروا مع بعض يا مستر جدع. ال Na تطير مع الCl ويكون على طول حاجه اسمها NaCl. طيب بالنسبه للناحيه دي يا مستر، هنا ايه اللي حصل؟ هنا انا عندي ال Na1 بوزيتيف والSO4 2 نيجاتيف. معلش عندي سؤال، هي ال Na1 بوزيتيف دي يبقى اسمها ايه؟ معلش يا مستر دي اسمها ايون. طب والSO4 2 نيجاتيف دي ينفع يبقى اسمها ايون؟ لا. ليه يا مستر؟ دي اسمها اتوميك جروب. ليه يا مستر دي اسمها اتوميك جروب؟ عشان ما بتتكونش من حاجه واحده، بتتكون من S و O، يعني بتتكون من نوعين من الاتومز وعليهم من فوق تشارج، يبقى اسمها اتوميك جروب. طب ليه الصوديوم اسمها اين؟ عشان بتتكون من حاجه واحده، يبقى انا لو حاجه واحده اسمي اين، لو انا كذا حاجه عليها تشارج هيبقى اسمي اتوميك جروب. يبقى خد بالك الفرق ما بين الاثنين، الايونز عليها تشارج والاتوميك جروب عليها تشارج، بس الايونز حاجه واقفه لوحدها يبقى اسمها اين، انما يا مستر الاتوميك جروب كذا حاجه جنب بعض بس برضه عليهم تشارج. المهم
الناس دي عشان نكتبهم كنا بنعمل ايه؟ هل الارقام متساويه؟ لا يا مستر مش متساويه. اعمل ايه؟ كنا بنعمل حاجه حبيب قلبي اسمها سيزورز. يا مستر سيزورز يا مستر، كنت بتعمل ايه؟ كنت بقول لك زحلق الرقم على الخط بتاعه. كانت ايه السيزورز دي؟ بعمل انا وانت مقص بالمنظر ده، ازحلق ال1 من غير اشارته على الخط، وازحلق ال2 على الخط بتاعه من غير اشاره. يبقى انا زحلقت الارقام، وكنت بسالك سؤال سهل قوي، هو ال ان ايه تحتها كام؟ تحتها 2، فتكتب ان ايه 2. الاس او 4 تحتها كام؟ 1، وال1 ما بيتكتبش، يبقى تكتب اس او 4 على طول، وساعتها كده تكون كتبت ايونيك كومباوند. ارجع للنوت اللي انا عديتها معاك ورا، بيقول لي في elements مش موجوده في البريودك تيب، او مش موجوده في التيبل اللي انا اديته لك ده. ليه يا مستر؟ قال لي عشان بيكون عندها كذا اوكسيديشن نمبر او كذا تشارج، واشهرهم الايرن والكبر مثلا، ومعاهم شويه elements اللي احنا هندرسهم كده كده كلهم الترم الاول السنه دي باذن الله تعالى. الايرن عنده احتمالين، يا يكون 2 يا يكون 3، فعشان كده احنا ما حطيناهوش في التيبل عشان ما يبقاش فيه كذا ايرن متكرر. طب يا مستر اعرف منين ان هو هيبقى 2 او ان هو هيبقى 3؟ هو بيجي بكل طلاقه والشياكه ويقوم جاي كاتب لك ايرن وبين قوسين يحط لك دبل اي، ما هي دبل اي دي معناها 2، او يقول لك ايرن وبين قوسين يحط لك تريبل اي، فدي معناها ايرن 3. يبقى لو هو عايز ايرن 2 هيكتب اف اي 2 بوزيتيف، لو عايز ايرن 3 فهيقوم جاي كاتب اف اي 3 بوزيتيف، او يقوم جاي كاتبها كده وكاتبها كده، وانت تقوم جاي كاتبها له بالمنظر اللي موجود تحت ده. طيب اجي انا وانت ونبدا نتطور شويه ونكتب مع بعض، وانا عايز اكتب الباريوم فوسفيت اول حاجه. طيب ليه؟ عشان هعلمك حاجه في الباريوم فوسفيت. الباريوم لما نجيبه من التيبل هو 2 بوزيتيف، الفوسفيت لما نجيبها من التيبل هي بي او 4 3 نيجاتيف. دي اسمها اين ودي اسمها اتوميك جروب. ليه يا مستر؟ عشان دي حاجه لوحدها، انما دي كذا حاجه جنب بعض عليها تشارج. المهم، هل متساويين؟ لا، يبقى سيزرز يا مستر اهو. زحلقني على الخط بتاعي، زحلقني يا مستر على الخط بتاعي. يبقى كده لما اجي اكتب البي ايه هكتب تحتها 3 اهي، والبي او 4 المفروض يتكتب تحتها 2. فكرني بقى انت، ال2 دي تتحط تحت البي ولا الاو؟ لا يا مستر، لا تحت البي ولا تحت الاو. طالما الاتوميك جروب هيتكتب تحتها رقم، فالاتوميك جروب ساعتها بتتحط ما بين براكتس. ادي البي او 4 ما بين براكت، والرقم بيتحط تحت البراكت، فيقوم جاي مكتوبه بي اي 3 بي او 4 باي 2. يبقى خد بالك ان الاتوميك جروب لو تحتها رقم بنحط براكت ونحط الرقم تحته. كنا ساعتها بنقول ايه؟ بي اي 3 بي او 4 باي 2. اتعلم بقى كيمستري، او انت كده كده متعلم كيمستريات. وقف الفيديو وابدا حل، وانا سايب لك كده كده الاكزامبل ده عشان لو في حاجه فيها اتوميك جروب. يلا نسمي الله حبايب قلبي ونصلي على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتمنى انك تكون حليت صح. نبدا. الكالسيوم هو سي اي 2 بوزيتيف، والكلورايد هو سي ال 1 نيجاتيف. عرفت منين؟ بجيبهم من التيبل حبيبي، انا حافظهم وبجيبهم من التيبل من كتر ما حليت. متساويين؟ لا يا مستر، طالما مش متساويين نعمل سيزوس. هزحلق التو على الخط بتاعه وال1 على الخط بتاعه، فالسي اي تحتها 1 ما بيتكتبش، بس السي ال تحتها 2 فاكتب تحتها 2. باريوم فوسفيت حليناه. بوتاسيوم اوكسايد، البوتاسيوم هو 1 بوزيتيف والاوكسايد هي O2 نيجاتيف. متساويين؟ لا. زحلقني يا مستر، ادي ال1 وادي ال2، بزحلق ال2 على الخط بتاعه وال1 على الخط بتاعه. يبقى الكي تحتها كام؟ تحتها 2، والاو تحتها 1 ما بيتكتبش. امونيوم سلفيت، الامونيوم من التيبل NH4 1 بوزيتيف، والسلفيت هي SO4 2 نيجاتيف. حبيب قلبي متساويين؟ لا طبعا يا مستر، سيزورز. هزحلق ال2 على الخط بتاعه وزحلق ال1. ال NH4 تحتها كام؟ 2، بس يا مستر دي اتوميك جروب، فطالما اتوميك جروب تحتها رقم لازم تتحط ما بين براكت، يبقى NH4 باي 2. ال SO4 تحته كام؟ تحته 1 ما بيتكتبش. ايرن 3 سلفيت، عرفت منين 3؟ 1 2 3، يبقى معنى كده ان انت بتتكلم على الاف اي بس ال 3. ايوه جدع. وسلفيت هي SO4 2 نيجاتيف. جدع. زحلق يا مستر، زحلق ال 2 وزحلق ال 3. الاف اي تحتها كام؟ تحتها 2. والاس او 4 تحتها كام؟ 3، بس خد بالك دي اتوميك جروب تتحط ما بين براكت، يبقى اس او 4 باي 3. الومنيوم ال 3 بوزيتيف، كربونيت سي او 3 2 نيجاتيف. متساويين؟ لا، سيزورز يا مستر. زحلق ال 2 على الخط بتاعها من غير اشاره، وزحلق ال 3. الاي ال تحتها 2 والسي او 3 تحتها 3، لازم تتحط جوه براكت،
يبقى CO3 واحطها جوه براكت واحط تحت البراكت كام؟ 3. تعال اتكلم معاك على حاجه بعد كده اسمها اوكسيديشن نمبر. ايه هي الاكسيديشن نمبر دي؟ الاكسيديشن نمبر دي هي بتعبر عن الرقم اللي موجود فوقك، بمعنى لما انا اجي اكتب مثلا Na1 بوزيتيف وCl1 نيجاتيف، انت عارف ان احنا بنقول على دي بوزيتيف تشارج وبنقول على دي نيجاتيف تشارج، صح؟ حلو. يعني دول اسمهم تشارجز. ايه الاكسيديشن نمبر ده؟ الاكسيديشن نمبر ده بيعبر عن الارقام دي سواء هي بوزيتيف او نيجاتيف. يعني لما اجي اقول لك هو الاكسيديشن نمبر بتاع الصوديوم كام؟ تقول لي 1 بوزيتيف. طب لما اجي اقول لك هو الاكسيديشن نمبر بتاع الكلورين كام؟ 1 نيجاتيف. يبقى الاكسيديشن نمبر هو حاجه بتعبر عن الالكتريك تشارج سواء هي بوزيتيف سواء هي نيجاتيف، سواء انت بتتكلم على اتوم سواء انت بتتكلم على اين سواء انت بتتكلم على اي حاجه، انا مش فارق معايا. يبقى الاكسيديشن نمبر ده هو الرقم اللي موجود فوقك سواء انت بوزيتيف سواء انت نيجاتيف. يبقى الرقم اللي فوق ده اسمه تشارج، يا اما تبقى بوزيتيف تشارج يا اما تبقى نيجاتيف تشارج. حلو. بوجه عام الرقم اللي فوق ده اسمه اوكسيديشن نمبر. عظيم قوي الكلام ده يا مستر. عايز ايه من الاكسيديشن نمبر؟ عايز اهم نقطه اللي هي اسمها كالكوليشن الاكسيديشن نمبر. كاتب لك طريقه الكالكوليشن بالتفصيل الممل عندك بالعربي في الPDF. ان انا لو بتكلم على اليمنت، يعني انا لو عندي اليمنت واقف لوحده صوديوم مثلا مش موجود عليه من فوق اي حاجه، فمعنى كده ان الاكسيديشن نمبر بتاعه بصفر. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا لما بيجي لي سؤال بيقول لي احسب الاكسيديشن نمبر مثلا بتاع الكروميوم بتاع السلفر بتاع اي حاجه، فالحاجه اللي هو بيسال عليها بتنزل زي ما هي. طيب يعني انا دلوقتي بقول لك احسب لي الاكسيديشن نمبر بتاع الكروميوم، فانت بتنزل الكروميوم زي ما هي، تكتب CR زي ما هي، بس تاخد بالك ان هم كام؟ 2، فبتعمل تايمز 2 وتقفل البراكت بتاع الكروميوم. بتجمعه على اللي جنبه. مين اللي جنبه؟ SO4. تعرف الاكسيديشن نمبر بتاع الاس او 4 بكام؟ يا مستر اعرف، ارجع كده للتيبل بتاعنا اللي انت لسه مديهولنا. ادي يا مستر الاس او 4 ب 2 نيجاتيف. حلو. يبقى الاس او 4 بتاعتنا بكام؟ ب 2 نيجاتيف. بس هم كام؟ 3، يبقى تايمز 3. واقفل البراكت. الفكره كلها ان انا لما جيت اقول لك تكتب الايونيك كومباوند قلت لك ايه؟ قلت لك ان كده كده لازم الصم بتاع التشارجز يساوي 0. لما تيجي تجمع التشارج بتاعت الكروميوم على تشارج الاس او 4 لازم تطلع بزيرو، فانت هنا ما تعرفش كروميوم بكام فبتنزله زي ما هو، بس لما تجمعه على الاس او 4 لازم يطلعوا بزيرو، فالكلام ده بيساوي 0. فمعنى كده ان انا هنا عندي 2CR نيجاتيف 6 بوزيتيف في نيجاتيف بنيجاتيف ايكوال 0. يبقى 2CR بتساوي بوزيتيف 6 ديفايدد 2، يبقى السي ار هتساوي بوزيتيف 3. خلي بالك انا بكتب بالاشارات مش هكتب 3. يبقى انا كده اتعلمت احسب حاجه اسمها اوكسيديشن نمبر. يبقى عشان تحسب الاوكسيديشن نمبر بتعمل ايه؟ اهم نقطه، مجموع التشارجز بيساوي 0. مفيش يا مستر لازم اما اجمع ده على ده يبقى بيساوي 0. وكنت دايما معلمها لك السنه اللي فاتت، كنت بقول لك ايه؟ لو مفيش حاجه موجوده هنا، مفيش رقم، يبقى لازم هتساوي 0. طب لو في رقم يبقى هتساوي الرقم. زي الاكزامبل ده مثلا، ان الراجل هنا بيقول لي انا عايزك تحسب الاس اللي جوه الاس او 4. طيب حاضر. هعمل ايه؟ هنزل الاس زي ما هي زائد مين جنبها؟ الاو. تعرف الاو بكام؟ يا مستر بنيجاتيف 2، بس هم كام او؟ 4، يبقى تايمز 4. الكلام ده يساوي 0. لا في رقم نيجاتيف 2، يبقى الكلام ده يساوي نيجاتيف 2. يبقى من هنا الاس نيجاتيف 8 ايكوال نيجاتيف 2. فمن هنا اس نيجاتيف 8 لما تعدي الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف 8. بوزيتيف 8 ماينس 2 تبقى بوزيتيف 6. يبقى الاس هنا بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 6. يبقى هي بتساوي 0 لو ما فيش رقم زي الاكزامبل ده. الراجل هنا بيقول لي برضه احسب الاس، قلت له حاضر. هبدا اول حاجه بالصوديوم. تعرف الصوديوم بكام؟ طبعا يا مستر الصوديوم بوزيتيف 1، بس هما 2 يبقى تايمز 2. خلصت الصوديوم اقفل البراكت زائد مين اللي بعده؟ اس. عارف بكام؟ لا ينزل زي ما هو. طب ليه مش عارف بكام؟ قال لي هو بيقول لك احسبه يبقى ينزل، بس هما كام اس؟ 2 يبقى تايمز 2. اقفل البراكت بتاع الاس. مين اللي بعده؟ الاو بكام؟ بنيجاتيف 2 اللي تشارج، بس هما كام او؟ 3 يبقى تايمز كام؟ 3. خلصت اقفل. الكلام ده يساوي كام؟ في حاجه فوق؟ لا يبقى يساوي 0. يلا يا مستر. بوزيتيف 1 تايمز 2 بوزيتيف 2. اس تايمز 2 يعني 2 اس. نيجاتيف 2 تايمز 3 نيجاتيف 6. بوزيتيف 2 ماينس 6 الكلام ده نيجاتيف 4. يبقى معنى كده يا مستر ان انا عندي 2s ماينس 4 ايكوال 0. يبقى من هنا ال 2s هتساوي بوزيتيف 4. يبقى من هنا يا مستر الاس هتساوي بوزيتيف 2. يبقى الاس هنا بتساوي كام؟ بوزيتيف 2.
حبيب قلبي دورك، مطالب ان انت توقف دلوقتي وتبدا تحل الاكزامبل ده، تحسب لنا السي ال بكام. الكي ببوزيتيف 1 والاو بنيجاتيف 2. تعال نحل مع بعض، انا على طول معاك يلا. الكي مستر قال لي ان هي بوزيتيف 1 وهي واحده، زائد السي ال هو عايز يحسبها تنزل زي ما هي زائد الاو بنيجاتيف 2، بس هم كام؟ 4. الكلام ده يساوي كام؟ مفيش رقم يبقى يساوي 0 اهو. يبقى معنى كده يا مستر دي نيجاتيف 8 ودي سي ال ودي بوزيتيف 1. لما نيجي نتكلم نيجاتيف 8 يا مستر مع بوزيتيف 1 يعني نيجاتيف 7. نيجاتيف 7 لما تعدي الناحيه الثانيه يبقى بوزيتيف 7، يبقى السي ال هنا التشارج بتاعتها بكام؟ بوزيتيف 7. مستر اقول التشارج ولا اقول اوكسيديشن نمبر؟ تقول اوكسيديشن نمبر عشان ده بوجه عام ده احسن لينا. السؤال بقى اللي احنا عايزين نوصل له من البدايه وصلت له معاك، ان كل ده بالاكسيديشن بالريدكشن بالاينز، كل ده عشان لما يجي يديني ايكويشن ويقول لي قول لي مين حصل له اوكسيديشن ومين حصل له ريدكشن. حضرتك المفروض تعرف بقى هنا. طب اعرف ازاي يا مستر؟ لازم تحسب التشارجز بتاعت الناس دي كلها. في ناس ثابته. مين الناس الثابته؟ الاتش والاو مثلا. على طول الاتش بتكون ب1 بوزيتيف والاو ب2 نيجاتيف، فدي اتش 1 بوزيتيف ودي او ب2 نيجاتيف. حلو، ثابتين. فمعنى كده ان اللي ممكن يكون متغير هنا هو الاس دي والاس دي، فانت المفروض تحسب هنا الاس بكام. فهتمسك الاتش 2 اس، مالكش دعوه بالبالانس احنا ما بنبصش عليه، تبدا تحسب هنا الاس بكام. احسبها ازاي يا مستر؟ اول حد مين؟ الاتش بكام؟ بوزيتيف 1. يلا ها، بس هما 2 اهو، زائد الاس تنزل زي ما هي. الكلام ده يساوي كام؟ يساوي 0. بوزيتيف 1 تايمز 2 بوزيتيف 2، لما تعدي الناحيه الثانيه يبقى الاس هنا بنيجاتيف 2، يبقى الاس اللي هنا يا مستر هي 2 نيجاتيف. تعالى نحسب الاس اللي في الاس او 2، الاس تنزل زي ما هي، زائد الاو بنيجاتيف 2، بس هما 2 يبقى تايمز 2، الكلام ده يساوي 0. فمن هنا الاس نيجاتيف 2 تايمز 2 نيجاتيف 4، لما تعدي الناحيه الثانيه بوزيتيف 4، يبقى الاس اللي هنا هي 4 بوزيتيف. هنا الاس واقفه لوحدها، طالما واقفه لوحدها يبقى الاس هنا بكام؟ بزيرو يا دكتور. كده انت حسبت كل حاجه، ابدا وصل كل الناس ببعض وشوف الرقم بيزيد ولا بيقل. يلا يا مستر يلا. هبدا اوصل الاتش بالاتش، لا زاد ولا قل، يبقى لا حصل اوكسيديشن ولا ريدكشن. هوصل الاس اللي هنا بالاس اللي هنا، كنت 2 نيجاتيف بقيت 0 الرقم زاد ولا قل؟ ادي النمبر لاين اهو، 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، وانا ماشي كده بزيد. فلما النيجاتيف 2 تبقى 0 يبقى معنى كده الرقم زاد، يبقى مستر هنا الرقم زاد. انكريزز دي معناها اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ اوكسيديشن، يبقى معنى كده حصل هنا اوكسيديشن، يبقى الراجل ده حصل له اوكسيديشن يا مستر. الله ينور عليك. يلا اها، الاس دي بالاس دي 4 بوزيتيف بقت 0، كده الرقم زاد ولا لا يا مستر؟ ديكريزز. ديكريزز معناها ان الراجل ده كده حصل له ايه؟ ريدكشن. فلما اجي اسالك مين اللي حصل له اوكسيديشن ومين اللي حصل له ريدكشن، تعرف ترد؟ مستر اعرف ارد. دايما الاكسيديشن والريدكشن قبل السهم، فهما الاثنين دول واحد اوكسيديشن واحد ريدكشن. انت كاتب عند الاتش 2 اس ده انكريزز اوكسيديشن، يبقى الاتش 2 اس ده حصل له اوكسيديشن. انما الاس او 2 الفور بوزيتيف قلت بقت 0، يبقى قل. طالما قل يا مستر يبقى ده حصل له ريدكشن، يبقى الاس او 2 هو اللي حصل له ريدكشن. كان بيسال على الريديوسنج ايجنت وعلى الاكسدايزنج ايجنت، دول عكس البروسيس. اللي حصل له اوكسيديشن يبقى اسمه ريديوسنج ايجنت، يبقى ريديوسنج ايجنت اتش 2 اس. واللي حصل له ريدكشن هو الاكسدايزنج ايجنت، يبقى الاكسدايزنج ايجنت يبقى الاس او 2 يا مستر. وبكده تكون اتعلمت ازاي تحسب الاكسديشن نمبر، فتقدر تعرف او تطلع مين اللي بيحصل له اوكسيديشن ومين اللي بيحصل له ريدكشن. نتكلم على حاجه طبيعيه جدا وسهله، حاجه يعني غايه في السهوله. كيميكال رياكشن او كيميكال ايكويشن. تتكون من ايه الكيميكال ايكويشن؟ كيميكال ايكويشن حبيب قلبي بتتكون من جزء قبل السهم وانت عارف ان هو اسمه رياكتنت، وجزء بعد السهم وانت عارف ان هو اسمه برودكت. طيب وشويه تفاصيل كمان، ايه هي؟ ان انا بيتحط رقم هنا قبل الاليمنتس، الرقم اللي بيكون موجود قبل الاليمنتس ده اللي هو زي ده بيكون اسمه بالانس، واللي بيكون موجود تحت ده بيكون اسمه فيزيكال ستيت واللي بيكون موجود على السهم ده بيكون اسمه كونديشن. يبقى الكيميكال ايكويشن ليها اركان ثابته، يعني بتتكون من اجزاء ثابته، حتت ثابته. جزء قبل السهم وده بيبقى اسمه رياكتنت، وجزء بعد السهم وده بيبقى اسمه برودكت. اللي بيبقى موجود الرقم اللي موجود قبل الاليمنت او قبل الكومباوند بيبقى اسمه بالانس،
اللي بيبقى موجود تحت ما بين قوسين وبتكون حروف دي اسمها فيزيكال ستيت، اللي فوق السهم بيبقى اسمه كونديشن. فيزيكال ستيتس بتاعتنا حبيبي هم 3 اساسيين، سوليد وليكويد وجاز. بس السوليد والليكويد والجاز لو دوبناهم في الميه بيتحولوا وبيبقوا اسمهم اكوس. يبقى اكوس دي معناها ايه؟ لما حاجه يبقى مكتوب تحتها اكوس كده بالمنظر ده، معناها ان دي حاجه كانت سوليد او ليكويد او جاز بس دابت في الميه. السوليد والليكويد لما بنسخنهم بيتحولوا ويبقوا حاجه اسمها فيبور. طب الجاز ما بيتحولش يا مستر؟ الجاز والفيبور نفس الحاجه، تمام؟ فعشان كده بقول لك سوليد وليكويد. لا مستر معلش مش فاهم حبيبي. الجاز ده الحاجه اللي ربنا خلقها جاز، يعني مثلا زي الاكسجين. الاكسجين ربنا خلقه ايه؟ جاز، فده بيتقال عليه جاز. بس انا ممكن اجيب الميه واحولها لجاز، يعني اجيب الميه واسخنها فبتتحول لبخار، صح؟ حلو جدع. ما ينفعش تقول ان الميه بقى اسمها جاز، بقى اسمها فيبر، عشان ربنا خالق الميه ليكويد، وانت لما تحولها لجاز ما يبقاش اسمها جاز، يبقى اسمها فيبر. يبقى الجاز ده الحاجه اللي ربنا خلقها جاز، بس لو انت جبت حاجه سوليد او ليكويد وقلبتهم جاز ما تقولش جاز، تقول ان هم اسمهم فيبر. الكونديشنز بتاعتنا حبيب قلبي هي حاجات بسيطة قوي، يعني كتب مثلا CONC دي معناها concentrated مركز، أو DIL دي معناها diluted. يتحط مثلث، المثلث ده معناه هيت، يتحط B معناه بريشر، تمام؟ أو يكتبوا أرقام، يعني ممكن أكتب مثلا إن الهيت 500 ديجري سيليزيوس وأكتب إن البريشر 200 أتموسفير. ممكن يتحط حروف زي FE أو NI أو مثلا CuCl2. اللي بيتكتب هنا على السهم ده بيبقى اسمه كاتاليست. يبقى انا الكونديشنز بتاعتي متقسمه لكذا حاجه. اول حاجه يتكتب concentrated او diluted ودي بتكون مع الاسيدز، يتكتب هيت او بريشر ودي بتكون مع اي ايكويشن عادي، يتكتب معايا كاتاليست، يتكتب معايا مستر اف اي او ان اي. طب هو كان ايه دور الكاتاليست؟ الكاتاليست ده حبيبي كانت حاجه بتسرع الكيميكال رياكشن. حبيب قلبي تعالى نغرق جوه تفاصيل الكيميكال ايكويشن، واهم تفصيله فيهم كده كده اكيد عارف ان هي البالانس. ازاي اعمل بالانس يا مستر؟ اولا واخيرا لازم تبقى عارف ان اللي داخل بيساوي اللي خارج. هو ده فكره البالانس كله من اوله لاخره. لو انا داخل عندي 5 حاجات يبقى لازم يخرج من عندي 5 حاجات. لو انا داخل من عندي حاجتين لازم يطلعوا حاجتين، ما ينفعش يدخل حاجه ويطلع 3. زي الراجل دخل كسر الباب طلع من الناحيه الثانيه هو نفس الراجل. هي دي الكيميكال رياكشن. حبيب قلبي تعالى انا وانت نفتح صفحه جديده في مغامراتنا في الكيميكال ايكويشن، واهم صفحه هي صفحه البالانس. لازم انا وانت نعرف نعمل بالانس للكيميكال ايكويشن. والبالانس بكل بساطه اللي داخل بيساوي اللي خارج. يعني انا لو دخل عندي في الرياكتنت 5 حاجات لازم يطلعوا 5. الراجل ده داخل كسر الباب ومبوظ الدنيا كلها، طلع كام واحد؟ طلع راجل برضه من الناحيه الثانيه. يبقى فكره البالانس داخل 10 يطلع 10، داخل 2 يطلع 2. ما ينفعش يدخل لك 2 يطلع 3، لا ده كده مش بالانس. بالانس يعني ايه؟ يعني ميزان بتظبط اللي داخل بيساوي اللي خارج. تعال نجرب. اولا حبيبي لازم تبقى عارف بوزيشن البالانس او مكان البالانس. البالانس بيتحط فين؟ البالانس بيتحط قبل اول لتر موجود عندك. يعني انا عندي اكس بلس واي يديني زد بلس ام مثلا، يتحط قبل الاكس قبل الواي قبل الزد قبل الام، يعني قبل الكومباوندز. يبقى البوزيشن ده هو بوزيشن البالانس، ما ينفعش يتحط في النص ولا تحت ولا في اي مكان غير ان هو بيتحط قبل اول لتر. حلو، تعال نجرب مع بعض. تعالى يلا بينا. هنا انا عندي كام ان ايه؟ مكتوب تحتها كام؟ مكتوب تحتها 2. يبقى انا عندي هنا 2 صوديوم. تعال نروح الناحيه الثانيه. عندي هنا كام صوديوم؟ 1. حلو، دايما احنا بنكبر الصغير، يعني 1 دي خليها لي 2. والبالانس بالتايمز، يعني اضرب الواحد في كام عشان يبقى 2 في 2. يبقى معنى كده ان البالانس اللي انا محتاج احطه هنا هو 2. بس خد بالك ان البالانس اللي انت بتكتبه هو مش بس للصوديوم، هو للصوديوم وكل حاجه موجوده جنبه. يعني كده بقى عندك 2 ان ايه و2 سي ال. حلو، تعال نروح للي بعده. عندي هنا اس. عندي كام اس؟ 1. مفيش رقم قبلها، مفيش رقم عندها، يبقى 1. هنا عندي كام اس؟ عندي 1. خلاص تعدي. عندي بعد كده اتش وسي ال. المستر كان دايما بيقول لك نوت مهمه قوي، خلي الاتش والاو اخر حاجه. يعني وانت بتعمل بالانس حاول دايما تخلي الاتش والاو اخر حاجه، الاتش بعد كده الاو، يعني اخر حاجه بفنش بيها الاو، الاتش قبلها. فانا هنا رايح للاتش، لقيت سي ال، يبقى هشوف السي ال قبل ما اشوف الاتش. عندي كام سي ال حبيبي؟ 1. طب تعالى نبص هنا، عندي كام سي ال؟ مستر دي كده 2. طيب يبقى انا لازم دول يبقوا 2 تتظبط بالبالانس، ما تحطليش 2 تحتها، لا
طيب اضرب الواحد في كام عشان يبقى 2؟ في 2 يا مستر. يبقى انا حطيت هنا 2 والاتنين دي للاتش وللسي ال، فبقى عندي 2 اتش و2 سي ال. يبقى السي ال مظبوطه. بص كده كام اتش هنا؟ 2. خلاص يبقى كده الايكويشن يتقال عليها بالانسد كيميكال ايكويشن، اللي دخل بيساوي اللي خرج. حلو جدا. بيقول لي نوت مهمه جدا ان كلمه نمبر اوف مولز هي بتساوي البالانس، ودي هستفاد بيها جدا في شابتر 2، هتفيدني برضو في شابتر 1. ان انا ساعات هاجي اقول لك ايه؟ هاو ماني مولز، احنا كنا حاطين هنا 2 وحاطين هنا 2. هاو ماني مولز اوف هيدروكلوريك اسيد، عندك كام مول من الهيدروكلوريك اسيد؟ يعني تبص على البالانس، فالبالانس بكام؟ ب2، يبقى انا عندي 2 مولز من الهيدروكلوريك اسيد. هاجي اقول لك والله هو حضرتك عندك كام مول من الهيدروجين سلفايد اللي هو ال H2S ده؟ انا عندي هنا مفيش بالانس يعني 1، يبقى انا عندي 1 مول من الهيدروجين سلفايد. يبقى البالانس هو كلمه نمبر اوف مولز. لما اسالك هاو ماني مولز اكني بقول لك البالانس بكام، بس الفكره انك هترد وتقول لي 2 مولز، 1 مول، 3 مول، وهكذا. تعال نجرب انا وانت نعمل بالانس ونبدا بالان. عندي هنا كام ان؟ عندي هنا 2. طيب عندي هنا كام ان؟ عندي هنا 1. ازاي اخلي الواحده تبقى 2؟ هعمل تايمز 2، يبقى هنا بقى في 2. حلو. عندي هنا كام اتش؟ عندي هنا 2 اتش. بس الناحيه الثانيه عندي كام اتش؟ عندي هنا 3. لا 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 لا، ازعل منك مستر. البالانس للان وللاتش يا مستر كمان. يعني ال2 دي للان وللاتش. طب ده معناه ايه يا مستر؟ معناه ان حضرتك هتعمل تايمز دلوقتي حالا، بمعنى ان انا عندي 2 ان اتش 3. ده معناه ايه؟ معناها 2 ان وكام اتش؟ هم 3. بس الثلاثه دول تايمز كام؟ تايمز 2. يبقى انا هعمل هنا تايمز، يبقى 2 تايمز 3، يبقوا دول كام اتش؟ 6. يبقى مستر البالانس للان وللاتش هم 3 بس مضروبين في 2 يبقوا 6. طيب ال2 اللي هنا دي اعملها تايمز كام عشان تبقى 6؟ اعملها تايمز 3. يبقى انا بقى عندي هنا 3 تايمز 2 ب 6، وهنا مستر 2 تايمز 3 برضه ب 6. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، هاو ماني مولز اوف هيدروجين؟ 3. هاو ماني مولز اوف امونيا؟ 2. هاو ماني مولز اوف نيتروجين؟ 1. يبقى المولز هو البالانس. دسوقي كان عندنا نوت السنه اللي فاتت بيقول لك لو البالانس وقف معاك حول الرقم الاود لايفن، ودي هنفهمها لما الايكويشنز تصعب زي اخر واحده هناخدها. يبقى انا لو البالانس وانا بعمل بالانس الايكويشن مش عايزه تظبط يا مستر، كل ما اظبطها بتبوظ مني. دور على الرقم الاود وحول الاود ده ايفن. طب ازاي احول رقم اود لرقم ايفن؟ بتعمله تايمز 2، فاضرب الرقم ده في 2 يقلب معاك على طول لايفن، وساعتها الايكويشن بتبقى تمام. الرياكشنز في منها انواع، وطبعا اشهرهم اكيد حضرتك عارفه، كوكو يا مستر. كان ايه كوكو ده؟ حبيبي انا دلوقتي عايز اكتب بقى ايكويشن. يعني انت خلاص اتعلمت تكتب الكومباوند، دلوقتي اتعلمت تكتب ازاي اتش سي ال ان اي 2 اس. طب ازاي اكتب ان اي 2 اس ده؟ ما هو الان ايه ب1 بوزيتيف والاس ب2 نيجاتيف، فالسيزورز ادي ال2 ادي ال1 يطلع ان اي 2 اس. الاتش 1 بوزيتيف والسي ال 1 نيجاتيف فهيطيروا مع بعض فهكتب اتش سي ال. الفكره ان انا في بعض الاحيان بعوزك انك تستنتج البرودكتس، فازاي استنتج البرودكتس؟ بكوكو. كانت ايه كوكو دي؟ حد يفكرنا كده. مستر الكوكو دي دبل سبستيتيوشن. كانت ايه دبل سبستيتيوشن؟ كنا بنقول بالبلدي القريبين مع بعض والبعاد مع بعض. يبقى الدبل سبستيتيوشن دي معناها ايه؟ معناها عشان انا اطلع البرودكت بعمل ميكس جديد بقى، باخد القريبين هنا مع بعض واخد هنا البعاد مع بعض، اللي هو بنبدل. ما هي دبل سبستيتيوشن ده يعني اسمه تبديل ثنائي، بتبدل بس مرتين. هتبدل المره الاولى انك هتاخد الان اي من هنا مع السي ال من هنا، والمره الثانيه انك تاخد الاتش اللي هنا مع الاس اللي موجوده هنا، بس بشرط رئيسي. دلوقتي ايه الشرط الرئيسي ده؟ الشرط الرئيسي انك هتعيد تاني السيزرز او الفالنسي، بمعنى ان انت عايز تكتب الان ايه دلوقتي مع السي ال، بتروح ترجع تاني على قديمه حبيب قلبي، اكنك بتبدا من الاول. بتروح تجيب الان ايه من الجدول، ما بتاخدهاش ان ايه 2، لا بتجيبها ان ايه ساده من الجدول، ان ايه 1 بوزيتيف، وترجع تجيب السي ال من الجدول تاني فتبقى سي ال 1 نيجاتيف. ساعتها هتقول لي يا مستر ادي الاثنين متساويين فهيطيروا مع بعض، فساعتها هتتكتب ان ايه سي ال. يبقى انا عشان اكتب بعمل ايه؟ خلاص انا عارف ان هي دبل سبستيوشن قريبين والبعاد، بس الفكره ان انا ساعات بقوم جاي شايف حاجه بالمنظر ده، عيب اشوفها طبعا في ثانويه عامه، ان ايه 2 سي ال. يقول لي ما انا خدت يا مستر القريبين مع بعض. طب اقول لك بقى في ناس ثانيه تقوم جايه عامله ايه كمان؟ تقوم جايه كاتبالي اس اتش. العب يلا يا لعيبه انت. ايه ده؟ ايه الكيمياء السهله دي؟ ما هي لو كانت كده ما كانش اسمها كيمياء.
مستر طب ليه دي غلط؟ دي غلط عشان انا ما باخدش الحاجه بالرقم اللي تحتها. طب ليه؟ هو الرقم اللي تحت ال ان ايه ده جاي منين؟ مش بتاعه اصلا، ده بتاع الاس. ايه ده بجد؟ ايوه، ما انا لسه كاتب لك، مش كاتب لك ان ايه 1 بوزيتيف واس 2 نيجاتيف، فعملت سيزورز فبقت ال ان ايه تحتها 2. ال 2 دي بتاعت مين؟ الاس، فبقى اسمها ان ايه 2 اس. يعني ال 2 اللي تحت الصوديوم دي مش بتاعتها، دي بتاعت الاس. فانت لما تيجي تكتب لي هنا ان ايه 2 سي ال، فال 2 دي بتاعت مين؟ هل السي ال رقمها 2؟ لا، ده السي ال ب 1. يبقى انا عشان اجي اكتب اولا برجع اجيب الاليمنتس تاني او الايونز بتاعتنا تاني من التيبل، ان ايه 1 بوزيتيف والسي ال 1 نيجاتيف وايه والكتبوا. طيب يا ترى يا مستر ليه دي غلط؟ دي غلط بسبب رئيسي، ان الايونيك كومباوندز لما احنا بنيجي نكتبها اول حاجه احنا بنكتب الجزء البوزيتيف بعد كده الجزء النيجاتيف. فانا الاس نيجاتيف عرفت منين يا مستر؟ حبيبي ال ان اي بوزيتيف والاس نيجاتيف والاتش بوزيتيف والسي ال نيجاتيف، احنا لما بنكتب في الكيمستري بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، ما هي دبل سبستيتيوشن دي انت عارف اسمها ايه الطبيعي؟ يعني البوزيتيف من هنا مع النيجاتيف اللي هنا والبوزيتيف اللي هنا مع النيجاتيف اللي هنا. يبقى اول خطأ في الجزئيه اللي مكتوبه هنا دي ان حضرتك رحت وفتحت صدرك كتبت النيجاتيف الاول وبعد كده البوزيتيف، وده كلام غير صحيح. انا لازم اكتب الاتش الاول بعد كده اكتب الاس. وتاني نقطه غلط، ان حضرتك هتروح تجيب الاتش من الجدول هتلاقيها 1 بوزيتيف، وهتروح تجيب الاس هتلاقيها 2 نيجاتيف، مش متساويين، فهتعمل سيزرز، فهيبقى في هنا 2 هنا في 1، فساعتها هتقوم جاي كاتب اتش 2 اس. هل ده شبه ده؟ طبيعي يا مستر مش شبهه، انا هنا كاتب اس اتش اصلا ومن غير ما اعمل فالنس. يبقى عشان اكتب كيميكال ايكويشن بعمل ايه؟ القريبين مع بعض والبعاد مع بعض اللي هي كوكو. في نوع تاني من الرياكشنز لو تفتكر كان اسمه كو. ايه يا مستر كو ده؟ كان اسمه سنجل سبستيتيوشن مش دبل سبستيتيوشن. زي كده ان انا هنا التبديل مش ثنائي، لا ده هو تبديل مره واحده بس. كان ايه اللي هيحصل هنا يا مستر؟ ال ان ايه بتاخد مكان الاتش، مش ده بوزيتيف وده بوزيتيف وده نيجاتيف، فالبوزيتيف اللي هنا بياخد النيجاتيف اللي هنا مره واحده، يعني تبديله واحده، والاتش بيطرد بره لوحده، عشان كده اسمه سنجل سبستيتيوشن. بس بشرط عشان تكتب لازم تروح تجيب ال ان ايه من الجدول. فال ايه هي 1 بوزيتيف والاس او 4 هي 2 نيجاتيف، فهتعمل سيزورز فادي 2 وادي 1، فالان ايه تحتها 2 والاس او 4 تحتها 1 ما بيتكتبش، زائد مين اللي اتطرد او مين اللي لوحده دلوقتي؟ الاتش. بس لازم تاخد بالك من حاجه مهمه، ان الاتش داياتوميك وده قلناه في الفيديو الاول، فلما بتتكتب تتكتب تحتها 2 فيبقى اسمها اتش 2 مش اتش بس. بعد لما نخلص ابقى اعمل لهم كلهم بالانس. اخر واحده كان اسمها دي سي، ودي سي دي فاكرينها طبعا بشركه ايه؟ اسمها ايه مش فاكر، هي كانت شركه دي سي بالتالي بتاع باتمان والناس دي. فدي سي دي يا مستر كانت دايركت كومباينيشن، مفيش هنا تبديل، بيبقوا اتنين اليمنتس لوحدهم، فعلى طول بيبقى دايركت كومباينيشن بيخبطوا في بعض. بس عشان تكتب لازم تعمل الفالنسي بتاعنا، انك تقول لي ال اي 1 بوزيتيف والان من الجدول 3 نيجاتيف. سيزورز يا مستر ادي ال 3 وادي ال 1، فساعتها هيتكتب عندي Li3N. كده يا دكتور اكون علمتك 3 انواع من الرياكشن، اللي هو كوكو وكو ودي سي. كوكو دبل سبستيتيوشن، كو سنجل سبستيتيوشن، ودي سي دايركت كومباينيشن. تعرف تعمل بالانس؟ طبعا اعرف يا مستر. واحده ال اي هنا 3 ال اي، يبقى الواحده دي تتضرب في 3 ولد. هنا 2 ان بس هنا واحده ان يا مستر. تعرف تخلي لي الواحده ان دي تكون 2؟ طبعا اضرب هنا يا مستر في 2. اوعى تنسى ان ال 2 دي لل اي وللان، فال اي اللي انت لسه مظبطها بقت 2 تايمز 3، فمعنى كده ان ال اي اللي عندك بقوا 6. تعرف تخلي دي 6؟ ايوه يا مستر، امسح الثلاثه دي واكتب مكانها 6. جدع ولا؟ تعال نعمل بالانس للايه؟ للي احنا سبناه. هنا كان ان اي سي ال و اتش 2 اس. يلا 2 ان ايه واحده ان ايه، فاحط هنا 2. بعد كده هنا واحده اس واحده اس، اسيب الاتش واروح للسي ال، واحده سي ال بس دول 2 سي ال، يبقى احط هنا 2، فبقى عندي 2 اتش وعندي 2 اتش يا مستر. اللي بعده عندنا هنا ان اي 2 اس او 4 زائد اتش 2، واحده ان ايه بس 2 ان ايه، فاحط هنا 2. 2 اتش، لا خلي الاتش في الاخر، واحده اس او 4 واحده اس او 4. مستر ازاي واحده اس او 4؟ حبيبي
الاس او 4 لو في تحتها رقم بيتحط ما بين براكت عشان الاس او 4 دي اتوميك جروب، فلو ما فيش براكت عند الاس او 4 يبقى هي واحده. واحد بيقول لي 4، يا ابني الاربعه دي بتاعتها انا اسمي اس او 4 على بعض. لو هيتكتب تحتي رقم زي من شويه الباريوم سلفيت كان بالمنظر ده كده، انت عندك كام واحده اس او 4؟ 3 بس، طالما ما فيش براكت يبقى هي بواحد. يبقى واحده اس او 4 واحده اس او 4، 2 اتش و2 اتش يا مستر. يبقى الايكويشن بتاعتنا بالانسد. ممكن تقسمها عشان لو حد بيفكر، يعني ممكن اقسمها اعمل الاس لوحدها والاو لوحدها، بس انا بفضل اعملها كلها على بعض. طالما هي هنا اس او 4 وهنا اس او 4 نعملها كلها ايه على بعض. تعال نجرب. اكتب لي الهيدروجين سلفايد والباريوم كلورايد لما يعملوا ايكويشن مع بعض. موضوع سهل. هجيب الهيدروجين من الجدول H1 بوزيتيف وهجيب السلفايد من الجدول S2 نيجاتيف، وادي سيزورز، ادي 2 وادي 1. يبقى هيبقى عندي الاتش تحتها 2 والاس تحتها 1 ما بيتكتبش. باريوم كلورايد لما تجيب الباريوم فهو BA2 بوزيتيف، واما تجيب الكلورايد هو Cl1 نيجاتيف. يبقى هعمل سيزورز ادي ال1 وادي ال2. يبقى البي اي تحتها 1 ما بيتكتبش والسي ال تحتها 2. عايز اطلع البرودكت. البرودكت كوكو، طالما ده كومباوند وده كومباوند كوكو. اعملها ازاي يا مستر؟ حبيبي القريبين مع بعض اهو والبعاد مع بعض، بس اوعى تنسى ان الكيمستري بتتكتب بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طيب يبقى كده الاتش مع مين؟ مع السي ال. اكتبها H2Cl2. اروح اكتبها H2Cl2. ايه رايك؟ هل الكلام ده صح؟ لا طبعا غلط. طب ليه؟ عشان المستر قال لي لما تيجي تطلع البرودكت ترجع لاصلك تاني، بتبدا من الاول تقول لي انا اكن يا مستر هجيب ال H1 بوزيتيف والسي ال 1 نيجاتيف، هيطيروا مع بعض فساعتها هتتكتب HCl. الله ينور عليك. طب البي اي مع الاس، ايه رايك اكتبها SBA؟ لا يا مستر غلط. طب ليه غلط؟ عشان الاس نيجاتيف والبي اي بوزيتيف، واحنا المفروض بنكتب البوزيتيف الاول بعد كده النيجاتيف. غير كده يا مستر انت ما عملتش الفالنسي بتاعنا، فهروح انا وانت نجيب البي اي هنلاقيها 2 بوزيتيف والاس هنلاقيها 2 نيجاتيف، هيطيروا مع بعض فساعتها هروح انا وانت نكتب بي اي اس. يلا نعمل بالانس. يلا سيب الاتش في الاخر، واحده اس واحده اس، واحده بي اي واحده بي اي، 2 سي ال بس واحده سي ال، يبقى احط هنا 2 فبقى عندي 2 سي ال اهو كده يا مستر. نشوف الاتش بقى، خلاص 2 اتش و2 اتش يبقى الايكويشن بالانسد. الف مبروك عرفت تكتب ايكويشن. وقف بقى الفيديو واكتب لي الايكويشن اللي موجوده قدامك دي، اكتبها وطلع البرودكت وهي كوكو كده كده، وكمان اعمل لي بالانس. يلا يلا اتمنى تبقى حليت صح حبيب قلبي. ان ايه 1 بوزيتيف والفوسفيت بي او 4 3 نيجاتيف مش متساويين. سيزورز يا مستر زحلقني. ادي ال 3 وادي ال 1. الان ايه تحتها ال 3 اهو، والبي او 4 تحتها 1 ما بيتكتبش. زائد مغنيسيوم ام جي 2 بوزيتيف اوكسايد او 2 نيجاتيف متساويين فهيطيروا مع بعض فهتتكتب ام جي او. يلا اوعى تنسى اوعى تنسى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. كوكو يا مستر القريبين مع بعض والبعاد مع بعض يبقى ال Na هتتكتب مع ال O، وهكتب وتقول لي رأيك. ايه رأيك اكتب Na3O؟ هل ده صح؟ لا يا مستر. طب ليه لا يا مستر؟ عشان التلاتة دي مش بتاعة الصوديوم، دي بتاعة البي او 4، فانا المفروض اعيد اروح اجيب تاني ال Na من الجدول هلاقيها 1 بوزيتيف، هتحطها مع مين؟ مع الاو 2 نيجاتيف. سيزورز يا مستر ادي 2 وادي 1، يبقى ساعتها ال Na هيتكتب تحتها 2 والاو يتكتب تحتها 1 زائد البي او 4 والام جي. ايه رايك اكتب بي او 4 ام جي؟ غلط يا مستر، عشان كده انت كاتب النيجاتيف وبعد كده البوزيتيف. غير ان انت كمان لازم تعمل فالنسي، يعني تجيب الام جي من الجدول هتلاقي ان هي 2 بوزيتيف. تعال نحطها هنا. والبي او 4 هتلاقي ان هي 3 نيجاتيف، فهتعمل سيزورز هتحط هنا 3 وتحط هنا 2. يبقى كده يا مستر الام جي تحتها 3 والبي او 4 تحتها 2. يلا نعمل بالانس. هنا ال ان ايه تحتها 3 وهنا ال ان ايه تحتها 2، يبقى انا هنا عندي 3 ان ايه وهنا عندي 2
ان ايه. الموضوع ده فيه طريقتين للحل. الطريقه ان لما يبقى الارقام مختلفه بتحاول تخلي الرقم يكون ايفن، الرقم الأود اللي عندك. فرقم الأود اللي عندي هنا كام؟ 3، فتحاول تخليه ايفن فتعمله تايمز 2 فتعمل هنا تايمز 2. او الطريقه الثانيه بحبها برضو اسمها التبديله، طبعا حبايب قلبي عارفينها. هنا نفس الاليمنت اللي هو الصوديوم مكتوب تحته هنا كام؟ ان ايه. نفس الاليمنت الناحيه الثانيه اللي هو الصوديوم مكتوب تحته هنا كام؟ 2. الرقم اللي تحت نفس الاليمنت لو اتغير بنعمل حاجه اسمها التبديله. يعني ايه التبديله؟ باخد الرقم اللي تحته هنا اوديه بالانس ليه هناك، يعني احط هنا 3 بالانس اهو، واخد الرقم اللي تحته هنا اوديه بالانس ليه هنا اهو. يبقى ايه هي التبديله يا مستر؟ لو نفس الاليمنت الرقم اللي تحته اتغير في الرياكتنت عن البرودكت، يعني هنا 3 بقى 2، باخد الرقم اللي في الرياكتنت اخليه بالانس ليه في البرودكت، واخد الرقم اللي في البرودكت اخليه بالانس ليه في الرياكتنت. حلو. او انك تعملها بطريقه الاود والايفن، انك تعمل تايمز 2، او سيبه. يعني في بعض الناس تسيبه، ده 3 وده 2 انت هتلخبطني اروح للي بعدك. يعني انت مثلا لو كنت سبته اهو، سبت الان ايه، هروح لمين؟ مين اللي بعده؟ بي او 4. دول كام واحده بي او 4؟ طالما ما فيش براكت يبقى واحده، يبقى دي واحده. بص كده البي او 4 هنا في براكت والبراكت تحته كام؟ 2، يبقوا دول معناهم ان هم 2، فساعتها هتيجي تحط هنا كام؟ 2 اهو. طيب تروح للي بعد كده ام جي، كام واحده ام جي؟ واحده. كام واحده ام جي؟ 3، فهتقوم جاي حاطط هنا كام؟ 3 اهو اهو. انت مش عايز تعمل بالانس للصوديوم وزهقان منه، روح لاخر حاجه الاكسجين، كام اكسجينيه؟ 3. دول كام اكسجينيه؟ واحده. ازاي تخلي الواحده 3؟ تقوم جاي حاطط هنا كام؟ 3 اهي. بص كده على الصوديوم، 2 في 3 ب6، 3 في 2 ب6، ظبط لوحده. يبقى الكيمياء حبيب قلبي لو انت مقفول من حته روح من الناحيه الثانيه هتتحل معاك، اوعى تخاف منها. يعني انا قلت لك ان انا ممكن احل معاك بكام طريقه، حليتها معاك ب3 طرق. يبقى يا مستر البالانس لا هو بعبع، ولا كتبت الايكويشن بعبع، ولا الكيمستري كمان حبيب قلبي بعبع. وبكده حبيبي نكون انا وانت وصلنا لاخر الفاونديشن كورس. اتعلمت تكتب ايونيك كومباوند، اتعلمت تكتب ايكويشن وتعمل لها بالانس، اتعلمت تطلع الرياكشن او الايكويشن ازاي البرودكت بتاعها، اتعلمت الكترونيك كونفيجريشن، عرفت يعني ايه اوكسيديشن وريدكشن، تعرف تجيب اوكسيدايزنج ايجنت وريديوسنج ايجنت. ودي اهم نقطه ابدا او هيكون محتاجها بنسبه كبيره معاك يعني في الترم الاول باذن الله تعالى. واللي هحتاجه من قبل كده اعمل لك حاجه او نوته اسمها على قديم وعلى ما افتكر، يعني كده بنفكر بعض بيها بكل ما مضى. اتمنى انك تكون استفدت في الفاونديشن كورس، ولو استفدت اوعى تنسى حبيب قلبي انك تحل بايدك عشان دي اهم نقطة في الجزء ده. فلو عرفت تحل تاني حل تاني مفيش اي مشكلة، لحد باذن الله تعالى ما نبدأ مع بعض اول حصة على خيرة الله تعالى. اشوف وشكم على خير.